بص كده يا ابو الصحاب، انا عايزك تتخيل معايا فجاه تلاقي نفسك في عالم تاني، وكل اللي بتمتلكها مش سيوف ولا كمان سحر، لكن السلاح اللي انت بتمتلكه سلاح غريب جدا. والعالم ده بقى بيكون مليان بالممالك والحروب، وحاجه واحده بس هي اللي ممكن تغير كل الموازين، والحاجه ديت هي بتكون الانمي اللي انت عمال تتفرج عليه دلوقتي عزيزي الاسبرتاوي، عشان تعرف ان انت بتكون بهمه بالنسبه له ولي. واحب اعرفك ان حكايه النهارده بتكون مختلفه وجامده بفتيك ولي، وعشان كده ما تنساش ان احنا مكملين لسه في التحدي وعايزين نوصل 100,000 مشترك قبل نهايه الشهر ده، وانها بتكون خلاص هانت يا صديقي. وبس كده يلا بينا نبدا في سرد الحكايه. بتبدا بقى حكايتنا مع كانو شاب متوحد بائس، وبنعرف ان هو بيكون اوتاكو، وفي يوم بقى من الايام بيكون قاعد بيتصفى على الانترنت وبيلاقي وظيفه مطلوب فيها اوتاكو، وده بقى اللي بيخليه ان هو بيكون متحمس جدا، وبيبدا بقى انه يعمل الاختبارات ديت، وبالفعل بينجح فيها كلها. ومع الرغم ان هو ما كانش متوقع ان هو يتقبل، ولكن بتجي له مقابله شغل، وهناك بقى بيقابل الرئيس ماتوبا. وماتوبا بقى بيكون في قمه الانشكاح، ان هو بيكون قايل ان هو كان عمال يدور على شخص زيه بقاله فتره طويله، وبيقول من السيره الذاتيه اللي انت قدمتها انه اتضح ان انت كنت منعزل عن البشر، ايه بقى السبب؟ وكانوا بقى بيقول له مفيش يا عم، انا اعترفت لصديقه طفولتي ان انا بحبها وهي رفضتني، وبسبه كده جات لي عقده من الناس. وماتو بقى بيقول له ولا يهمك يا عم، كبر دماغك، كلنا حصل فينا الكلام الوسخ ديت واحنا صغيرين. وبيقول له بقى بغض النظر عن اي حاجه في قمه الانشكاح، لان انت الشخص المناسب للوظيفه اللي احنا عايزينك فيها. وكان بقى بيقول له مفيش مشكله يا معلم، ايه بقى الوظيفه ديت وايه المتطلبات فيها؟ وبقول له اهدى بس كده يا معلم، قبل ما نتكلم اشرب لك كوبايه القهوه ديت عشان نعرف نتكلم على رواقه. وبالفعل صاحبنا بيبدا بقى انه يحتسي القهوه، ولسه هيبدا ان هو يكمل اسئلته، ولكن مره واحده بيغمى عليه. واثناء ما هو بقى بيكون مغمى عليه بيبدا بقى انه يفتكر ذكريات الماضي الاليم لما كان بيعترف لصديقته الطفوله بحبه، ولكن هي بتكون رفضته بحجه ان هو اوتاكو. ايه يعني اوتاكو يا اسطى؟ ما انت اوتاكو تتفرج عليه وزي الفل اهو. بس ما علينا معلم، بعد شويه بنشوف ان صاحبنا بيبدا بقى انه فاق من الغيبوبه اللي هو كان فيها، ومره واحده بقى بيتفاجئ ان في خادمه بتكون قدامه، وعشان ابننا بيكون اوتاكو اصيل بيبدا بقى انه يقرب منها ويقيمها حته حته. ولما البنت ديت بتبدا بقى انها تتكلم معاه، هو بيكون على الله حكايته ومش فاهم منها اي حاجه. ومره واحده بنشوف ان البنت ديت بتطلع له خاتم، واول ما بيلبسه في ايده وهنا بقى بتكون مفاجاه ان هو بيكون قادر يفهمها. وبما ان دلوقتي قادرين يفهموا بعض، البنت ديت بتبدا بقى انها تعرف نفسها، وبيكون اسمها ميسرو، بتعرفوا انها الخادمه الشخصيه بتاعته من النهارده. وكانوا بالله اهدى كده يا ست الناس، انا مش فاهم منك اي حاجه، هو احنا فين بالظبط؟ ومره واحده بقى بنشوف ان في واحده تانية خالص بتيجي من وراه، وبتبدا تعرفوا ان هم بيكونوا في عاصمه امبراطوريه اندل، وبتبدا بقى انها تعرف عن نفسها، وبيكون اسمها مينوري، وانها بتكون شغاله في الحرس المدني الخاص بطوكيو، وانها من النهارده هتكون الحارسه الشخصيه بتاعته. وانا مقدره ان انت بتكون مستغرب ومتفاجئ من كل حاجه بتحصل معاك دلوقتي، ولكن هتفهم كل حاجه بعدين. واحب اعرفك ان انت وراك شويه مهمات سريه جامده بوفتيقه. وكانوا بقى بيبدا ان هو يطلع الاوتاكو اللي جواه، بيقول لها ثواني كده افهم منك ان انا بقيت جندي جامد بوفتيقه بعد ما اتصبت بسلاح سحري. وهي بقى بتقول له ايه يا ابن الهبل والعبط اللي انت بتقوله ده، مفيش الكلام ده طبعا. وبالله ثواني كده يبقى مفيش غير حل واحد، وهي السفينه فضائيه نزلت على الارض وطلبتني بالاسم. وهي بقى بتقول له خلصت هبل يا حبيبي، خلصت هبل يا بابا، طب تعالى بقى ورايا عشان اوريك العالم اللي احنا فيه دلوقتي. ولما بقى بتفتح له الشباك، هنا بتكون المفاجاه ان هو بيلاقي غابات قدامه وكمان تنين طاير في السماء، وده بقى اللي بيخليه ان هو بيكون في قمه الاندهاش، وبيبدا بقى يسال هو احنا فين يا معلم؟ وهي بقى بتقول له يا ابني وانا مش قلت لك ان احنا في امبراطوريه اندل؟ احب اعرفك صحيح ان احنا في عالم تاني غير العالم بتاعنا. وبعد كده بتقرر بقى انها تاخده معاها عشان توريه القصر اللي هيبدا ان هم يعيشوا فيه مع بعض من النهارده. ومره واحده بقى صاحبنا بياخد باله من قصر غريب بيكون موجود على تله، والبت دي بتبدا تعرفه ان القصر ده بيكون خاص بالحاكم العالم اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وصاحبنا بقى بيكون متحمس جدا وحابب ان هو ياخد لفه في العالم ده، ولكن هي بتقول له اهدى بابا اهدى حبيبي، وبتبدا تعرفوا ان في مقابله ليه كمان شويه مع شخص مهم. ولما بقى بيروحوا يقابلوا الشخص ده، صاحبنا بيكون في قمه الاندهاش، لان هو ده نفس المدير اللي كان قبله من شويه. وبنعرف بقى معلم ان الشخص ده بيكون اسمه ماتوبا، وبيكون من الحكومه اليابانيه. ولما بقى بيبدا ان هو يتكلم معاه، بيطلب منه ان هو يشيل الخاتم اللي في ايده عشان البت الخادمه ديت ما تفهمش منهم اي حاجه. وبالفعل معلم مجرد ما بيشيل الخاتم، بيبدا بقى انه يتكلم معاه، وبيعرفوا ان هم بيكونوا اكتشفوا ثقب غريب بيودي للعالم ده من سنه. ولما بقى العلماء بداوا ان هم يستكشفوا الثقب ده، بيكتشفوا ان الثقب ده بيكون عباره عن بوابه بتنقلهم لعالم مختلف تماما، فيه بشر زيهم زي اللي في اليابان بالظبط، ولكن بيكون في اختلافات طبعا، زي اللي هم بيقدروا ان هم يستعملوا السحر، وفي كمان اجناس كتير مختلفه. وبكده هم اصبحوا جيران اليابان في عالم مختلف تماما. والحكومه اول حاجه قررت انها تعملها انها تبعت ناس عشان يبداوا بقى ان هم يتفاوضوا مع اهل العالم ده. اي نعم في البدايه كانوا يحصل ما بيننا حروب، ولكن اكتشفنا ان في ناس حكماء موجودين هنا، وبكده بقى العالمين قدروا ان هم يعملوا تحالف مع بعض عشان يقدروا ان هم يتبادلوا الثقافات. وبيبدا بقى يعرفوا ان الشركه اللي بيكون عمل فيها المقابله ما هي عباره عن تحالف ما بين العالم ده وكمان الحكومه اليابانيه. وبما انك موجود وسطنا النهارده، فانت تعتبر مدير الشركه ديت، وشغلك بقى هيكون كالاتي. بما انك يعني اوتاكو ما بتفهمش اي حاجه غير في الانمي، فانت بقى هتصدر المانجا والمانهوا والانمي وكل حاجه تخص بصناعه الانمي للعالم ده. وده لان العالم ده يعتبر من العصر الحجري وما عندهمش اي وسائل ترفيه، يعني فكرتهم بكل اختصار ان انت نقل لهم انمي روم ماكس هناك. اي نعم الامبراطوريه بتكون حبت الحاجات ديت، ولكن المديرين اللي قبلك كان عندهم سوء اداره بسبب ان هم ما كانوش اوتاكو، وانت دلوقتي تعتبر الشخص المناسب للمهمه ديت، وخلاص انت هتعيش في العالم ده من النهارده. وكانوا بيقولوا له يا عم اللي انت بتقوله ده، انا اصلا شخص
شخص طايش وما ينفعش لمهمه كبيره فشخ زي ديت، ومهما قلت ومهما اغرتني انا لازم اسيب المكان ده وارجع تاني لبيتي. وماتو بقى بيقول له بقول لك يا معلم، هو انت عارف الطريق اللي هترجع منه؟ لو عارف اتفضل. ومنور هنا بقى بتتدخل وبتقول له ايه يا عم، هو انت ايه اللي مضايقك بالظبط؟ احب اعرفك انت لو عملت نتائج مبهره هنا في العالم ده فانت هتاخد مرتب جنب بوفتيك وهترجع تاني للعالم بتاعك وتروق على نفسك، وده غير طبعا ان الامبراطوريه ديت مش هتنسى لك الجميل وهتروق عليك. وكانوا هنا ما بيكونش قدامه اي حل تاني غير ان هو يوافق وهو بيكون مضطر. ولما بقى بيرجع للغرفه بتاعته بنشوف ان الخادمه ميسل بتخش ويبداوا بقى ان هم يتعرفوا على بعض اكتر. وبالصدفه في نص الكلام كانوا بيعرف ان البت اللي قدامه دي بتكون من صنف الجنيات، والبت دي بتبدا بقى انها تعتذر له انها بتكون خبت عليه من الاول انها بتكون من صنف الجنيات. وبنعرف بقى ان الجنيات في العالم ده صديقي بيتعاملوا اوسخ معامله. وكانوا هنا بقى بيبدا بقى انه يطمنها بيقول لا 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 اصلا مفيش الكلام الوسخ دي. وبعد كده بيطلع بقى التليفون بتاعه بيبدا بقى انه ياخد لها كام صوره وهي بقى بتكون من بره بتقول ايه يا اسطى الكلام دي، ايه البتاع اللي انت ماسكه ده عمال بينور. وكانوا بقى لما فيش يا ست اللي في ايدي ده يعتبر صندوق سحري. ولما البت دي بتاخد بص على التليفون وبتشوف اللغه اليابانيه ما بتكونش فاهمه منها اي حاجه. وهنا بقى كانوا بيكتشف ان سكان العالم ده معظمهم تقريبا بيكونوا اميين ومش قادرين ان هم يقراوا ولا كمان يكتبوا، وعشان كده بيقوم مطلع كده ورقه وبيبدا بقى انه يكتب لها اسمها بالياباني، وبعد كده بيكتب لها كل الحروف اليابانيه وبيقول لها بص يا ستي بما ان احنا هنقعد فتره طويله مع بعض فانا هكون المشرف على تعليمك. والميسل بقى بتشكره جدا، ولكن مره واحده بيتفاجئوا ان في حد بيكون جاي عليهم. وهي بقى بتبدا تعرفوا ان الشخص اللي جاي عليهم ده بيكون اسمه بروك، وبيقول له بقول لك ايه الواد ده على المظبوط وتقدر ان انت تثق فيه. وكانوا بقى بيكون مبسوط وبيقول اخيرا هلاقي بشر اتعامل معاه زي في العالم ده. واول لما بروك بقى بيدخل عليه بياخد الصدمه لانه اصلا بيكون وحش. وبعد كده بقى صاحب ده بيقرر بقى انه ياخد له قيلوله، ومره واحده بيبدا بقى انه يحلم بالماضي. وبنكتشف بقى صديقي ان هو من صغره كان منعزل تقريبا عن كل الناس، واخد بقى الكتب والمانجا بتاعته وعمال يقرا فيها بعيد عن اي حد. وده بقى اللي بيخليه انه يصحى من النوم مفزوع، ونشوف بقى ان مونر بتخش عليه بتقول له جهز نفسك عشان احنا نقابل ماتو بقى في القصر الامبراطوري. لا ومش كده وبس، احنا هنروح نقابل الملك شخصيا، وعشان كده الواد بيقرر بقى انه يتشيك. وبعد كده بقى بنشوف ان هم بيركبوا حنطور عشان يروحوا للقصر الملكي. وكانوا بقى بيكون مستغرب بيبدا بقى يسال هو احنا ليه مش راكبين العربيات بتاعتنا كالعاده. ومانيور بقى بتبدا تعرفوا ان في ناس كتير في العالم ده مش مرحبين بوجودهم اصلا، وبصراحه يعني مش عايزين نعصبهم منا في البدايه ونفرض الثقافه بتاعتنا بالعافيه. المهم بقى معلم بعد شويه ماشي زي الفل بيقدروا ان هم يوصلوا للقصر الملكي اللي بيكون مترشق بالجنوب في كل حته. والاثنين دول بيبداوا ان هم يحذروا العبيط بتاعنا بيقولوا بص كده يا ابن العبيط انت لازم تعمل اللي احنا بنعمله بالظبط، لانك لو عملت حاجه كده ولا كده ممكن احنا نروح لحياه البرزخ. وبالفعل معلم بعد شويه بيدخلوا للملك وبينحنوا الاحترام. وكانوا بقى بيكون حابب انه يرفع راسه عشان يبص للملك، ولكن مانيور بتقول له اوعى تعمل كده يا ابن العبيط. وبعد شويه الملك بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيسمح له انه يرفع وشه. وصاحبنا بقى لما بيشوف الملك هنا بقى بتكون الصدمه الاكبر ان هي اصلا بتكون بنته عندها 15 سنه، وده بقى اللي بيخليه ان هو بيقدر ان هو انتوا جايبين تهزقونا ولا الكلام ده بنت صغيره. وبسبب بقى كده الفرسان كلهم بيكونوا مصدومين اللي هو بيكون عامله وبيحوطوه بالسيوف من كل مكان. والملكه كمان بتبدا بقى انها تتعصب وتقول مين اللي طفل يا ابن العبيط. والملك بعد كده بتدي له فوق دماغه بتقول ولا ده انا هركبك احلى شلاحه. وانا بقى المستشار بتاعها بيبدا بقى انه يتدخل بيقول لها اهدي كده يا ست الناس هو ما كانش قصده ان هو يهينك ولا حاجه. والرئيس ماتوا بقى بيتدخل وبيبدا بقى انه يديها بيقول لها الواد ده كان معجب بجمالك بس مش اكتر. والملك هنا بقى بتبص له بتقول له ولا هو انت كنت تقصد كده فعلا؟ وكانوا بيمسك الطبله بيقول لها ايوه طبعا امال انت جامده بفتيكه. وهي بتقول له خلاص هو بس عشان قلبي كبير ده وبيسامح الحباب الف هسامحك المره دي. وبالنسبه للمساعد بيبدا بقى انه يتكلم معاهم وبيشكرهم ان هم بيكونوا لبوا الدعوه وجابوا من البلاد بتاعتهم لحد عندهم. وماتوا بقى بيبدا انه يشكروا كمان وبيعرفوا ان كانوا ده بيكون لسه جديد ولسه يا دوبك بيتعود على قوانين العالم ده. وبينه بقى بتبدا بقى انها تتكلم مع كانو وبتبدا بقى تعرفوا القوانين. وبالنسبه للملكه فبيكون اسمها بتريكا، اما بقى بالنسبه للمستشار فبيكون اسمه زهار، اما بقى بالنسبه للي واقف جنبها بعيد ده فبيكون اسمه جارة وبيكون ابن عمها وكمان قائد الفرسان. وبعد كده بقى ميرو بتبدا بقى انها تتكلم مع الملكه وبتبدا بقى تشرح لها المانجا والانمي وانه اكيد الحاجات دي هتكسر الملل اللي عندهم. وبالنسبه لكانو فهو يكون الشخص المناسب للمهمه ديت. وانا بقى بنشوف ان جارة بيتدخل لان هو بيكون معترض على كلام زي ده لان هو بالنسبه لهم بيكون عباره عن طفل واستحاله يقدر ان هو يكون عنده المسؤوليه عشان ينقل لهم الثقافه ديت. وكانوا بيقولوا لا ما اسمحلكش ان انت تشكك فيا، ده انا مضيع حياتي كلها على انمي روم بلس، وان انت عباره عن شخص اهوج ما تفهمش اي حاجه في المانهوا ولا الانمي. وانا بقى الحراس كلهم بيكونوا متفاجئين من اللي هو بيكون قاله. وبالنسبه لجارة فبيطلع سلاحه هو كمان عشان يخلص عليه. ولكن انا بقى بنشوف ان المستشار بيتدخل وبيبدا بقى نهديه. وكانوا بقى بيقولوا نفس الحقيقه وانا بوظت الدنيا ولا ايه الكلام. وبالنسبه للملكه فبتبدا بقى تفطس على نفسها من الضحك وبتقول لي بقى كانوا ما كنتش مصدقه ان في شخص اهوج زيك هيقدر يقف قدام جارة. وبتعرفهم بقى انها بتكون موافقه على المشروع ده وبتدي لهم كل التصريح اللي هم عايزينها. وكانوا بقى بيبدا بقى انه يشكرها على كرمها. ومجرد ما بيخرجوا منه ما تكونش مصدقه نفسها ان هم بيكونوا خرجوا من المكان ده على قيد الحياه اصلا. المهم كانوا بيبدا بقى انه يتكلم مع ماتو بقى وبيبدا بقى نساله عن الخطوه الجديده اللي ممكن هم يعملوها في المشروع. وبقول له بص يا معلم كده بصراحه المشروع ده لسه جديد وما فكرناش فيه في اي حاجه لسه، وده غير ان الحكومه بتكون حاطه لنا ميزانيه قليله جدا عشان ما نخاطرش بالاقتصاد. يعني باختصار بما انك يعني اوتاكو وشوف الحاجات الممتعه بالنسبه لك وهاتها نشرف المكان ده. وفي نهايه اليوم صاحبنا بقى بيكون قاعد مع نفسه ويبدا بقى انه يتساءل لو سكان العالم ده لبسوا الخاتم اللي انا لابسه ده هيقدروا ان هم يفهموا اللغه اليابانيه. ولكن مره واحده بيبدا بقى انه يفتكر كلماته مع
على الخاتم ده ان هو بيكون عباره عن اشارات سحريه، يعني باختصار ده اصلا ملوش علاقه بالقراءه ولا الكتابه. وبكده بقى اهالي العالم اللي هنا مش هيقدروا ان هم يقراوه ومش هيقدروا كمان ان هم يستمتعوا بيها. ولما بقى بيقوم عشان يشرب بيتفاجئ ان ميسل بتكون قاعده وعماله بقى تتعلم اللغه اليابانيه من الورق اللي هو بيكون سابها لها، وده لانها ما بتكونش حابه انها تضيع تعبه اللي هو بيكون عمله. وصاحبنا بقى لما بيشوف الكلام ده بيقرر بقى ياخدها معاه عشان يعلمها قراءه اللغه اليابانيه. ومع مرور الايام ميسل بالفعل بتكون مجتهده وبتقدر انها تتعلم قراءه اللغه اليابانيه. وبعد كده بقى صاحبنا بيقرر بقى انه يبدا في الشغل اللي بجد وبيطلب بقى من الحكومه الحاجات اللي هو بيكون محتاجها. وبعد بقى مرور الايام الغرفه بتاعته بتكون متروسه بالمانجا والانمي وكمان فيديوهات الانمي في كل حته. وبعد كده بقى بيخلي بريك ان هو بيبدا بقى انه يتفرج على الانمي، اما بقى بالنسبه لميسل بتبدا بقى انها تقرا المانجا. واثناء ما بقى بيكونوا قاعدين مره واحده بنشوف ان الملكه بتطب فوق دماغهم وبتعرفوا انها بتكون جايه هنا بنفسها عشان تشوف شغله. ولما بقى تبدا بقى انها تتفرج على الانمي بتكون في قمه الاندهاش. وبعد كده بقى بنشوف ان المستشار بيجي وراها بيبدا بقى انه ينبه عليها انها ما ينفعش تجري كده لانها بتكون الملكه، وهي بتقول له يا عم ما تكبرش الموضوع يا دوبك انا كنت بتمشى. ولما بقى بتبدا انها تمسك المانجا بتكون مندهشه بقى لان شكلها بيكون جامد، لكن المشكله العويصه بالنسبه لها انها مش قادره تقرا اللغه اليابانيه. وعشان تفهمها بتطلب بقى من كانو انه يقرا لها الكتاب. وبما انك هتعمل لي خدمه فانا هخليك ان انت تنادي لي باسم كده المجرد، يلا يا عم ابسط. والمستشار بتاعها بيكون معترض على القلم الوسخ دي، ولكن هي بتقول ولد عيب انا على الملك واعمل اللي انا عاوزاه. وبتامر بقى كل الموجودين في الاوضه ان هم يخرجوا عشان نخلي كانو يبدا بقى انه يقرا لها المانجا. وبالفعل معلم بعد ما الكل بيخرج كانوا بيبدا بقى انه يقرا لهم اللي هم بيكونوا عايزينه. ومره واحده بقى بيعمل اختبار لميسل انها تقرا جمله من اليابان، وبالفعل بتقدر انها تقراها وبيكون في قمه الانشكاح بيقول لها ان انت فعلا مجتهده. وهي بقى بتقول له الفضل يرجع ليك يا معلم اللي انت بتكون علمتني كل حاجه. والملكه بقى بتكون شايفه كل اللي بيحصل ده وبتكون غيرانه، وعشان كده بتبدا بقى انها تتكلم مع ميسل بتقول لها قوم يا بنت انت هات لي شاي. وبدون اي سابق انذار او اي حق عند هذه الفتاه الورعه بالكربانه تقعد على حجر الواد وتقول له ها كمل اللي انت كنت بتقراه. وفي نهايه اليوم بقى معلم بنشوف ان كانوا بيتمشوا في القصر، مره واحده بياخد باله ان في عين حمراء بتكون شبه الوحش، وعشان كده بيجري وراه وبيبدا بقى انه يضرب فيه. ولكن لما بيركز في الحاجه اللي قدامه دي بيتفاجئ ان هو اصلا بيكون بريك، وعشان كده بيبدا بقى انه يعتذر له على اللي هو بيكون عمله. ولكن بريك بيقول له ولا يهمك يا اسطى انا جلد اصلا تخين زي الخرتيت، يعني مفيش اي حاجه تاثر فيا، يعني لو انت مش مصدق خد العصايه ديت وابدا بقى نضرب فيا. وكانوا بيقول له لا يا عم لا سمح الله انا اصلا مش قصدي ان انا اضربك. ومره واحده بقى بنشوف ان ميسل بتخش عليهم بتتفاجئ ان ايه كانوا كلها جروح بسبب جلد بريك، وعشان كده بقى بتروح ليه بسرعه وبتبدا بقى انها تعالجه. ولكن هو بيقول لها يا ست اللي انت بتعمليه ده انا على الفكره اللي ضربه، فالمفروض ان انت تطمن عليه الاول وبعد كده تطمن عليا. وهي بتقول له يا عم اللي انت بتقوله ده احنا خدم عندك يعني تعمل فينا اللي انت عاوزه. وكانوا هنا بقى بيتاكد ان العالم ده بيكون مختلف تماما عن العالم اللي هو كان عايش فيه. المهم بقى في تاني يوم بيقرر بقى انه ينزل الاسواق ويبدا بقى انه يتمشى ما بين الناس عشان يفهم طبيعه الناس اللي هو يبدا ان هو يبيع لهم المانجا. وبيكتشف بقى ان معظم الشعب بيكون معتمد على الرسومات لان 80% منهم ما بيقدروش ان هم يقراوا اصلا ولا كمان يكتبوا. وبالنسبه للاطفال فبيتعلموا من صغرهم المبارزه عشان يكونوا جنود اول ما يكبروا، وديت بقى تعتبر اسرع طريقه من خلالها يقدروا ان هم يكسبوا شويه فلوس واموال ومصاري زي الفل. ولما بقى يقعد يستريح شويه بنشوف ان في اتنين من الاطفال بيقربوا من كانو وبيبدا بقى يسالوا هو انت تطلع مين يا معلم. وهنا بقى كانوا مره واحده بيديهم كتاب وبيعرفوا ان هو بيكون جاي هنا عشان يعلمهم الحاجات ديت، وعشان يقدر ان هو يتعرف عليهم اكتر بيبدا بقى يسالهم هو انتوا في وقت الراحه بتاعتكم بتعملوا فيه ايه. والاطفال بيعرفوا انهم ما يعرفوش اي حاجه عن الاستمتاع لانهم طول الوقت بيتدربوا. اما بقى بالنسبه لوقت الراحه اللي انت بتتكلم عليه فيا اما بنحرس فيه الحقول يا اما بنجمع فيه المحاصيل. وكانوا بيبدا بقى يسالهم طب في حد فيكم بيقدر انه يقرا الكتب. والاطفال بيعرفوا ان الكلام ده بيكون مقتصر عنه بلاء، وكمان العلماء اللي الحاجات دي بتكون غاليه جدا. وفي وقت تاني بنشوف ان كانوا بيكون قاعد بقى مع الملكه وبيبدا بقى انه يقرا لها المانجا، والبنت بتكون منسجمه جدا مع القصه. ومره واحده بقى بنشوف ان ميسل بتخش عليهم بتعرف ان هو بيكون جايبه لهم شويه شاي وبسكوت عشان يستمتعوا بيهم اثناء القراءه. وكانوا بيستغل الفرصه ديت وبيبدا بقى انه يتكلم مع الملكه وبيقول لها بقول لك ايه انا عايز استريح شويه. ولكن الملكه بتكون متعصبه جدا لان ده بيكون اهم جزء في القصه، وعشان كده بتبدا بقى انها تسب في ام ميسل وبتقول لها بقول لك انت ما ينفعش ان انت تقاطعني، ده انت حتى لا حصلت بشريه ولا جنين، انت عباره عن هجينه. لما اعترف بحبه لحبيبته وهي بدات انها تتنمر عليه، والملك هنا بقى بتكون لسه هتضرب ميسل، ولكن هنا كانوا بيتدخلوا وبيمسك ايديها وبيبص لها كده بصه البت حرفيا بتترعب منها. ولكن لما بيفتكر ان الحاجات دي بتكون طبيعيه في العالم ده بيرجع تاني لطبيعته، وبيبدا بقى انه يتكلم مع الملك وبيعرف ان هو بيكون اتعرض للتنمر زمان وعشان كده هو اضطر ان هو يدافع عن ميسل. وبيبدا بقى يعرف ان العالم اللي هو بيكون جاي منه بيكون بيعتمد فيه على المساواه ما بين الناس، ولو انت فعلا عايزه تستمتعي بثقافه العالم اللي انا جاي منه فلازم ان انت تتقبلي القوانين بتاعته. والملكه اصلا ما بتكونش فاهمه هو بيتكلم عليه بالظبط، ولكن بتبدا بقى انها تمدحه على شجاعته لان هو بيكون واقف قدامها. وعشان كده انا قررت ان انا اسامحك، ولكن في المقابل لازم تعلمني اللغه الخاصه ببلدك، عشان ما ينفعش يعني خدامه حقيره عويله ذليله زي ديت تكون عارفه معلومات اكتر مني. وبعد ما اتعلم اللغه الخاصه بيكم هشوف بقى الثقافه بتاعتكم ديت ماشيه معانا هنا ولا لا. وبعد ما بتخلص بتقرر بقى انها تسيبه وبتمشي. وصاحبنا بقى عشان يلطف الاجواء بيبدا بقى انه يتكلم مع ميسل بيقول لها بقول لك ما تسخني كده
الشاي والبسكويت عشان نستمتع بيه. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند مينري بتبدا بقى تتكلم مع نفسها بتقول انا لازم احذر ابن العبيطه ده من التعامل مع الملكه. ومره واحده بقى بتاخد بالها ان في حاجه غريبه بتكون ماشيه على الحيطه عشان كده بتطلع سلاحها، ولكن بتتفاجئ انها بتكون عباره عن سحليه. ولكن بنكتشف ان السحليه اصلا ما بتكونش عاديه لانه بيكون جواها بلوره اشبه كده بكاميرا المراقبه، وشكل ان الموضوع ده بيكون وراه قصه طويله. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند صاحبنا بيبدا بقى انه يتمشى في القصر، ولما بقى بيوصل من المكتبه بيتفاجئ ان ميسل بتكون موجوده فيها وعماله تعيط. والسبب يا معلم انها بتكون مسكت مانجا واتاثرت بالقصه بتاعتها وبدات انها تصح وتعيط. ومن هنا صاحبنا بقى بيتاكد ان ديت بوادر ان المشروع بتاعه هينجح. وبعد بقى مرور شهر من وصول كانوا للعالم ده بنشوف ان هو بيطلب من الحكومه ان هم يعملوا منشآت طاقه وكمان مدرسه للعالم ده. وبالفعل يا معلم بعد مرور شويه وقت بنشوف ان الحاجات ديت خلاص على وشك انها تنتهي. وكانوا بقى وميسل بيكونوا واقفين وبيتفرجوا على كل الكلام ده، وهو بيقول لها ان هو بيكون حابب يعلم كل الشعب عن الثقافه اليابانيه، وده طبعا بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعيه. ومره واحده بقى بنشوف ان الملكه بتطب فوق دماغهم، وكانوا بيبدا بقى انه يتكلم معاها وبيعرفها ان مفيش دروس لها النهارده، وايه اللي جابك بقى هنا؟ وهي بقى بتقول له على فكره مش لازم يعني ان يكون في دروس ما بيننا عشان اجي ان انا اشوفك. ومره واحده بقى بتطلع له كتاب مكتوب فيه كل الحروف اليابانيه، وهو بقى بيكون مندهش انها بتكون قدرت تتعلم كل الكلام ده بسرعه. ومره واحده بقى بنشوف ان الملكه بتقرر انها تخلع الخاتم وبتتحدى ميسل في اللغه اليابانيه، ومع الرغم ان ما عداش عليها وقت كتير في الدراسه بالفعل بتقدر انها تتكلم باللغه اليابانيه. ولما بقى ميسل بتحاول بقى انها تقلدها وبتخلع الخاتم بتتلخبط في الكلام، وده بقى اللي بيخلي الملكه انها بتكون في قمه الانشكاح بتقول له كان شفت انا ذكيه قد ايه ولا. ومره واحده بقى بناخد بالنا من نفس السحر اللي كانت بتراقب منه بتراقبهم برده، من الواضح كده ان في اشخاص هم اللي بيكونوا بيتحكموا فيها. وبعد كده بقى صديقي بنشوف ان كانوا بيكون قاعد مع الملكه وكمان 50 طالب من النبلاء بيكونوا انضم ليهم، وبيكون بقى قاعد معاهم في المكتبه بيعلمهم اللغه اليابانيه وكمان بيقراوا لهم المانجا لغايه ما المدرسه تنتهي. وبعد ما بتنتهي الحصه وكل الطلاب بيمشوا بنشوف ان كانوا بيبدا بقى انه يتكلم مع الملكه وبيعرف ان كل الناس اللي كانوا موجودين هنا بيكونوا مشيوا، وده بقى اللي بيخلي الملكه انها بتكون مستغربه وتقول له ثواني كده وانت مش حابب تقعد معايا ولا ايه الكلام؟ لا ما تفهمنيش غلط ده انت قد الدنيا. وبعد كده بقى الملكه بتبدا بقى انها تدردش معاه شويه وبتبدا بقى تساله هي دي بقى المانجا اللي انت بتحبها؟ وبعد ما بيدردشوا مع بعض شويه زي الفل هي بتبدا تعرفه ان هي اول مره تقابل شخص زيه، لان كل الناس اللي جم قبله كانوا عباره عن طماعين، لان كان هدفهم ان هم يجمعوا فلوس واموال ومصاري، ولكن هي اول مره فعلا تستمتع مع شخص زيه. وكانوا بيبدا بقى يعرفوا ان هو فعلا بيكون مبسوط في العالم ده وخاصه مع ميسل، وده بقى اللي بيخلي الملكه بتكون غضبانه بتمشي بقى بتقول له على فكره انت شخص احمق. وبعد شويه بنشوف ان مينري بقى بتروح وبتبدا بقى تتكلم مع كانو وبتعرفوا ان العصر اللي هم بيكونوا عايشين فيه دلوقتي بيكون اشبه بالعصر الحجري بتاعهم زمان، وان الدوله اللي احنا موجودين فيها ديت استحاله انها تقبل فكره الحريه والمساواه، واحنا يا دوبك بالعافيه اصلا خدنا موافقتهم عشان نعمل المشروع اللي احنا فيه ده دلوقتي، وباللي انت بتعمله ده دلوقتي فبتحاول ان انت تغير نظامهم الاساسي واستحاله ده يحصل. وكان هنا بقى بيعتذر لها على الكلام دي وبيقول لها ان انا هسيطر على نفسي من النهارده. وبعد ما بيسيبها بيقرر بقى انه يروح الغرفه بتاعته مره واحده بنشوف ان ميسل بتخش عليه بتقول له بقول لك يا معلم في حاجه كده انا عايز اوريها لك، ولكن قبل اي حاجه بتطلب منه ان هو يقلع الخاتم اللي في ايده. ولما فعلا بيخلع الخاتم بيكون مفكر ان ميسل مش هتفهم منه اي حاجه، لكن المفاجاه ان هي بتبدا بقى تتكلم معاه باليابانيه وكمان بتشكره. ولما بقى بتلبسه الخاتم من تاني بتبدا بقى تساله لو هي كانت فعلا قدرت تتكلم اليابانيه صح، وكانوا بقى بيقول لها ان انت فعلا بنت ذكيه وبكده هتقدر ان انت تقراي المانجا اكتر وكمان تستمتعي بيها. وانا بقى ميسل بتطلب بقى منه طلب غريب وتقول له بص كده يا معلم انا حابه اجي معاك العالم بتاعك لما ترجع له تاني. وكانوا بقى بيكون محرج من نفسه لان هو بيكون متاكد ان البت ديت عايزه تيجي معاه العالم بتاعه عشان تخلص من العبوديه اللي هي بتكون فيها، واكيد يعني انها بتحبنيش للدرجه دي عشان تطلب مني طلب زي ده. بس ما علينا، بعد بقى مرور الايام المدرسه بتكون انتهت وكمان طلاب بيكونوا دخلوها، وبعد كده بقى بنشوف ان كانوا مينري بيكون بيتمشوا فيها، ومره واحده بنشوف ان ميسل بتوصل لعنده عشان تديله الاكل اللي هو بيكون نسيه اصلا. وكطبيعه اي شخص بيكون متوحد بائس مفيش اي حد بيهتم بيه بيلاقي اهتمام من اي انثى بيبدا بقى انه يشكرها ويتخرفن عليها. وبعد شويه بنشوف ان الملكه بقى بتكون وصلت للمدرسه وبيكون معاها 2 من الحراس، وبتعرف بقى كانوا انها بتكون في قمه الانشكاح لانها بتكون خلصت الكتاب الثاني. بس هي اول ما بتشوف ان ميسل بتكون واقفه جنبه بتغير اكتر وبتحدف بقى الكتاب عليه، وبتبدا بقى انها تهزه بتقول له يا عم انا سمحت لك ان انت تبني المدرسه واديت لك رجاله من عندي وبرده مش متعلق غير بهذه الخدامه، وعشان كده بتتكلم مع ميسل وبتقوم اديها امر ملك انها تسيب كانوا من النهارده وتسيب كمان القصر اللي هي بتخدم فيه. والبنت بقى بتكون مندهشه من الكلام ده وما بتكونش حابه انها تسيب كانوا اصلا ولسه هترد، ولكن بتتفاجئ ان حراس الملكه بيكونوا واقعين على الارض وسايحين في دمهم. ولما الاطفال الصغيرين بيشوفوا الكلام ده بيكونوا مرعبين وبيبداوا بقى ان هم يهربوا من المكان، واللي بيكونوا عملوا الكلام الوسخ ديت هم الرجال المشبوهه اللي كان بيراقبوهم تقريبا طول الوقت. وساعتها بقى مينو بتقرر ان تتصرف وبتطلع بقى اسلحه وبتبدا بقى تهجم عليهم، لكن القائد بتاعهم بيكون قدر ان هو يثبت الملكه وبيقول لهم ان انتوا لازم تنزلوا اسلحتكم دلوقتي. والجدع ده بيبدا يعرفهم ان هم بيكونوا عباره عن منظمه وطنيه، وهنا بقى مينوري بتضطر انها تنزل السلاح. وبعد كده بقى بنشوف ان المنظمه ديت بياخدوهم كلهم بربطه المعلم ويربطوهم، وبعد كده بقى بيشيلوا الخاتم من كانوا مينوري عشان ما يفهموش اللغه بتاعتهم. وبالنسبه للقائد بناخد بالنا ان هو بيكون مع بلوره سحريه ومن الواضح عليها انها بتكون اداه خطيره، وعشان كده ميسل بتبدا بقى تترجم لهم اللغه بتاعتهم، وبتبدا بقى تعرفهم ان المنظمه ديت بتكون عدو
دول الامبراطوريه وكمان ناويين ان هم يدمروا المدرسه. ولما بقى مره واحده بقى بنشوف ان القائد بيقرب من كانو وبيمسكه من رقبته، وانا بقى مينو مش بتستحمل وبتقرر بقى انها تتدخل، ولكن الجدع ده بيديها واحده بيوقعها تاني على الارض، وبيبدا بقى انه يرمي كتب على الارض وبيعرفوا ان اللي بيعملوا ده بيكون مخالف لقوانينهم، ولان هو بيجبر كل الاجناس ان هم يقعدوا في مكان واحد ويبداوا بقى ان هم يتعلموا نفس الحاجه اللي هي بتكون الثقافه الاجنبيه بتاعتهم، لانهم يعتبروا الحاجات اللي هم بيتعلموها دي بيدمر الثقافه والاساس بتاع اجدادهم، وانا مش هسمح لشخص تافه زيك ان هو يدمر التاريخ العريق بتاعنا، وبيكون خلاص على وشك ان هو يخلص عليه. لكن انا بقى الملكه بتتدخل وبتبدا تتكلم مع قائد المنظمه، بتعرفوا ان قتله مش هيفيدهم باي حاجه، لان هو بيكون عباره عن جند من دوله اليابان وموتهم اصلا مش هيفرق معاهم، وقائد بالفعل بيقتنع بالكلام ده وبيقوم رميه على مينوري. وفي اللحظه دي بنشوف ان كانوا بيستغلها عشان يطلع سكينه عشان يبداوا بقى ان هم يحرروا نفسهم، وفعلا بنشوف ان مينوري اول واحده بتبدا بقى انها تحرر نفسها، ولكن للاسف هم مش عارفين ان هم يعملوا ايه بالظبط في وضع زي ده. وهنا بقى كانوا بيجيله فكره جامده بوفتك، وبيبدا بقى انه يتكلم معاه بقول لك اديني بس 10 دقايق وانا هظبط الدنيا. وبالنسبه بقى لقائد المنظمه بيوجه بقى سلاحه في وش الملكه، وبيعرفوا ان في ملوك تانية غيرها يقدروا ان هم يمسكوا الحكم، وبيعرفوا ان لو ما وقفتش المشروع الخاص باليابان ده فهو هيضطر ان هو يخلص عليها. وبره بقى المدرسه بنشوف ان الفرسان الملكيين بيكونوا محاوطين المدرسه من كل مكان، ويا دوبك بيكونوا مستنيين الاشاره عشان يخشوا يعملوا على المنظمه ديت احلى موف اون. وبنرجع تاني للمتخلف بتاعنا وبيبدا بقى انه يسحبوا المنظمه، بيعرفوا ان هو بيكون عايز يخش الحمام، وبالفعل بنشوف ان اتنين منهم بيضطروا ان هم يروحوا معاه، واثناء ما بيكون ماشي معاهم بنشوف ان الساعه بتوصل ل 12 والمنبه بتاعه بيبدا بقى انه يرن، وده بقى بيكون حاجه غريبه بالنسبه لهم. وكانوا هنا بقى بيبدا بقى انه يضحك عليهم، بيعرفوا ان دي بتكون عباره عن كلمات سحريه ولو اتحركوا هيروح لحياه البرزخ، وده بقى اللي بيخلي القائد بتاعهم ان هو بيكون مرعوب وبيقرب انه يطلع وبيكون مع البلوره السحريه، وبيبدا بقى انه يتكلم مع جنوب بيعرفهم كل اللي بيحصل ده ما هو الا عباره عن كذب، وبيكون خلاص على وشك ان هو يخلص على كانو. لكن هنا يا صديقي بنشوف ان يونو بعد ما بتكون قدرت انها تحرر نفسها بتتدخل وبتبدا بقى انها تقاتلهم. اما بقى بالنسبه لميسل والملكه فهم بقى بيقدروا ان هم يهربوا من المكان، وبالنسبه لميسل بتقرر بقى انها تستخدم القوه السحريه عشان تحمي الملكه، وبالمره بتهزم كام واحد من المنظمه. اما بقى بالنسبه للقائد فما بيبداش وبيقرر بقى انه يستعمل البلوره السحريه ديت عشان يدمر المكان. بس هيحات بنشوف ان كانوا بيجي من وراه وبيستعمل طفايه الحقيقه عشان يطفي النار بتاعتها. وبالنسبه لابن الصرمه ده بيقرر بقى انه ما يستسلمش وبيطلع بقى السلاح بتاعه وبيرمي في اتجاه الملكه عشان يخلص عليها. لكن هنا بقى بتكون المفاجاه ان ميسل بيقرر بقى انها تدافع عن الملكه وبتاخد الضربه ديت مكانها، وبعد لحظات بنشوف ان الجنود بيتدخلوا وبيوصلوا للمكان. اما بقى بالنسبه للملكه فبتكون مندهشه من اللي ميسل بتكون عملته، وبتبدا بقى تسالها عن السبب مع الرغم انها كانت بتعملها اوسخ معامله، وميسل بقى بتعرفها انها مش عارفه السبب، ولكن هي كل اللي تعرفه انها وثقت في الكتب اللي السيد بتاعها بيكون اداها لها، وان انا متاكده ان في يوم من الايام كل الاجناس هيبداوا بقى ان هم يفهموا بعض، وبعد لحظات بتبدا بقى انها تغيب عن الوعي. وهنا بقى الملكه بتبدا بقى تتكلم مع جاره وجنوده وبتامرهم ان هم لازم ياخدوها دلوقتي للطبيب. اما بقى بالنسبه لكانو فهو بيكون واقف مصدوم من كل حاجه بتكون حصلت. وبعد بقى مرور الوقت بنشوف ان الدكتور بيكون قدر ان هو يعالج ميسل وينقذها من الموت. وصاحبنا بقى لما بيوصل له الخبر ده بيكون في قمه الانشكاح، واثناء ما بيتمشى في القصر بيقابل ماتوما، وماتوما بقى بيبدا يعرفوا ان اللي عملوا كده هم النبلاء اللي بيعادوا الامبراطوريه، وده بقى اللي بيخلي كانو ان هو يبدا يفتكر كلام قائد المنظمه، وبيبدا بقى يساله لو هم بيكونوا شايفينهم محتلين زي ما المنظمه دي بيكونوا شايفينهم، ولكن هو بيقول له يا عم مفيش الكلام ده، مصلحتنا دلوقتي ان احنا نتعاون مع دوله اليابان عشان ده هيفيد الطرفين. وبعد بقى مرور الايام بنشوف ان كانوا منو بقى بيرجعوا تاني للمدرسه عشان يبداوا في تعليم الطلاب. اما بقى بالنسبه لميسل فبتقدر انها ترجع تاني للقصر بعد ما بتكون اتعالجت بالكامل، وما بتضيعش وقت وبتبدا بقى انها تنظف القصر، ولما بتقابل كانوا بتبدا بقى انها تساله عن تعليم الطلاب في المدرسه، وبيبدا يعرفوا ان الطلاب بيكونوا متحمسين للدروس لان هم فعلا بيكونوا حابين يعرفوا اكتر عن اليابان. المهم في تاني يوم بنشوف ان صاحبنا بيرجع تاني للمدرسه وبيبدا بقى انه يتكلم مع الطلاب وبيعرفهم كلمات جديده في اللغه اليابانيه، وبعد ما بيخلص بيبدا بقى انه يتكلم مع منو وبيعرفها ان الدروس ديت مش كفايه، وده لان قيم المجتمع ده بيكون مختلف تماما عن قيم المجتمع بتاعنا، ولازم بقى نتصرف في الموضوع ده. ولسه هتبدا بقى تتكلم معاه عشان يبداوا ان هم يشوفوا حل الموضوع ده، بتتفاجئ ان في اشاره غريبه على التليفون بتاعها بتوضح ان في شخص غريب موجود حوالين القصر بتاعهم، ولما بقى يوصلوا مكان الاشاره بيتفاجئوا ببنت غريبه عماله اصلا ترسم القصر. وطبعا صاحبنا اول ما بيشوفها بيبدا بقى انه يتخرفن عليها انها بتكون اشبه بشخصيات الانمي، وبدون اي مقدمات بيقرروا بقى ان هم ياخدوها معاها جوه القصر عشان يبداوا بقى انهم يستجوبوها ويعرفوا هي كانت بتعمل ايه بالظبط. البنت دي بتبدا بقى تتكلم معاهم، بتعرفوا من اسمها بيكون اليبيا، وبتعرفوا انها بتكون مجرد رسامه متجوله مش اكتر، والقصر بتاعهم بيكون عجبها وعشان كده قررت انها ترسمه. وهنا بقى بنشوف ان مينو بتقرر بقى انها تقلع الخاتم وتتكلم مع كانو عشان البنت ديت ما تفهمهاش، وبتبدا تعرفوا انها بتكون شاكه ان البنت ديت بتكون جاسوسه لدوله ثانيه، وده لان في دوله بتكون معاديه للامبراطوريه ودايما بيبعتوا لبعض جواسيس، ولان الموضوع ده بيكون حصل قبل كده كتير ولقوا جواسيس كتير ما بينهم، وعشان كده بيقرروا بقى ان هم يستدعوا الفرسان عشان ياخدوا البت ديت للقصر الامبراطوري. وكانوا هنا بقى بيبدا بقى انه يتكلم مع منو بيسالها هو انت هتعملوا فيها ايه بالظبط، وهي بقى بتقول له مفيش، هيبداوا ان هم يحققوا معاها لو اكتشفوا انها بتكون جاسوسه هيركبوها احلى شلاح. وبعد كده بقى كانوا بيسيبها وطول اليوم بقى بيكون عمال يفكر في البت ديت ومصيرها هيكون ايه بالظبط، وعشان كده في تاني يوم بيقرر بقى انه يروح عند الملكه وبيكون مع مينرو ونيسل. وبعد ما الملكه بقى بتطمن على احوال نيسل بتبدا بقى انها تتكلم مع كانوا وبتساله على احوال المدرسه، وكانوا بيعرفوا ان هم بيكونوا عالي العال وكمان دايما بيكونوا في تقدم، والملكه
بتعرفوا انها بتكون حابه بالفعل انها تزور المدرسه، ولكن بعد اخر حادثه هي للاسف مش قادره انها تسيب القصر. وهنا بقى جارة بيبدا بقى انه يتكلم معاها وبيطمنها ان هم بيحاولوا ان هم يخلصوا على كل المتمردين والخونه اللي موجودين هنا. وهنا بقى كانوا بيستغلوا الفرصه ديت وبيبدا بقى انه يتكلم معاهم وبيسالهم عن البنت اللي بتكون جت امبارح هل هي فعلا من المتمردين ولا لا. وجارة بيعرفها ان مفيش لغايه دلوقتي دليل، ولكن احنا متاكدين انها بتكون دسوسه، وعموما انت مالكش دخل في الموضوع ده لان ديت شؤون بلادنا واحنا بنعرف نديرها ازاي. وكانوا بيقولوا ثواني كده يا معلم، البت دي رسامه جامده بوفتكه وهتفيدني جدا في شغل الانمي، وعلى فكره ده هيكون مفيد ليكم قبل ما يفيدني انا. ولكن هنا الملكه بتحس ان الموضوع بيكون غريب وتقول ولا انا حاسك ان انت بتدافع عن البت ديت زياده عن اللزوم، وعلى حسب المعلومات اللي هي بتكون وصلتني عنها انها بتكون عندها امكانيات، او على ان انت بتدافع عنها عشان هي بتكون كيرفي. وبالله لا على فكره انت واخده عني فكره غلط. اي نعم هي بتكون عندها امكانيات ولكن مش كبيره يعني زي ما انت متخيله. والملكه بقى بتقول له امكانيات ما عندهاش كتير وعشان كده بتقرر بقى انها تستدعي البت ديت، ولما بتوصل لعندهم تقول له يا ابن الصرمه ده كله ما عندهاش امكانيات. وكان بيقول لها يا ستي انا ما ببصش للمظهر انا ببص للجوهر، البت ديت بتعرف ترسم وهتفيدني كتير. ولكن جرب يتدخل بيقول له بص كده يا معلم احنا لازم كده ننفذ القوانين بتاعتنا، وبما انها بتكون اتضح لنا انها بتكون دسوسه فلازم انها تتعدم. وكان بيقول له ما تهدى كده عليها يا معلم، سيبني بس كده حقق معاها وانا هثبت لك انها مش دسوسه. ولما بقى كانوا بيبدا بقى انه يتكلم مع البت ديت وسبحان الله من كتر غباء بتعترف على نفسها انها بتكون دسوسه وانها بتكون جايه هنا عشان ترسم الاماكن العسكريه. وانا بقى صاحبنا بيبدا بقى انه يفكر في اي تليسه يليس بقى الموضوع ده عشان ينقذ البت ديت. لكن هنا جرى بقى بيعترض بيقول له شفت شاهد من اهلها انها اعترفت على نفسها بذات نفسها انها بتكون دسوسه ولازم انها تتعدم. ولكن هي الملكه بتوقف جرى وبتبدا بقى تتكلم مع كانو وبتامره ان هو يكمل كلامه. وكانوا بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيعرفوا ان الامبراطوريه هتستفاد من البت ديت كتير لو تنتها عايشه عشان تشتغل لصالحهم، وده عن طريق ان هم يستغلوها في انها ترسل معلومات غلط للدوله الثانيه، وبكده هيقدروا ان هم يسيطروا على الاوضاع وكمان يخدعوا الدوله الثانيه. وكارا بقى لما بيسمع الكلام دي فهو بيكون معجب بيه جدا وبيقرر بقى انه ينفذ الخطه. ولكن الملكه ما بتكونش قادره انها تثق في هذه الفتاه لانها اصلا ما بتكونش بشريه وكان عندها امكانيات اكتر منها. بس لما بتفتكر ميسل واللي بتكون عملته عشان تنقذ حياتها بتقرر بقى انها توافق. وبعد كده بنشوف ان كانوا بيقرروا ان يودي البت ديت خاتم عشان يقدروا ان هم يتكلموا مع بعض بكل اريحيه. وبالنسبه بقى للبت ديت فهي بتكون مرعوبه انها ممكن انها تتعدم، ولكن صاحبنا بيبدا بقى انه يطمنها وبيبدا يعرفها انها من النهارده هتشتغل معاه وهتكون الرسامه الشخصيه بتاعته، وبيبدا بقى انه يعرف عن نفسه ليها. وبسبب بقى كده البت بتكون في قمه الانشكاح وبتحضنه وبتقول له انت اخويا المنقذ صالح. وبسبب اللي حصل بنشوف ان الملكه بتكون متعصبه جدا وبتبدا بقى انها تتكلم مع كانو وبتقول له بص صالح انت لو لعبت بديلك كده ولا كده انا هركبك احلى شلاحه. وبعد بقى مرور كام يوم بنشوف ان كانو بيقرر بقى انه يختبر البت ديت في مهاراتها في الرسم، ولما بقى بتنتهي كانو بيكون مندهش منها لانها قادره انها ترسم شخصيات الانمي بجوده عاليه. واوليفيا بقى بتبدا بقى انها تتكلم مع كانو وبتعرفها انها بتكون من صف الوحوش ودايما بتكون متعطشه للدماء، وعشان كده قررت بقى انها تلهي نفسها في الرسم عشان ما تفكرش في الموضوع ده كتير. وكان بقى بالله عايش عليك استمري. وبعد ما بيخرج من عنها اوليفيا بقى بتبدا بقى انها تبص له بكل نظرات خبث وشر. بس ما علينا. بعد كده بقى بنشوف ان كانوا بيرجع تاني المدرسه وبيبدا بقى يعلم الطلاب عن العاب الانمي. والالعاب دي بقى معلم بتكون يعني انت تتبنى اميره وتبدا بقى انت تبني لها القصر بتاعها يعني اشبه بالمزرعه السعيده. وبعد كده بقى بيوريهم العاب كتير يقدروا ان هم يلعبوها. وهنا بقى بنشوف ان في واحد من الطلاب بيقوم وبيبدا بقى انه يتكلم مع كانوا وبيساله عن لعبته المفضله، وكانوا بيقول له سهله وبسيطه بالصحاب وبيطلع له بقى اللعبه بتاعته وبيعرفوا ان اللعبه دي بيقدر من خلالها يتحكم في الابطال عشان يهزموا الاشرار. وعشان كده بيقرر بقى انه يشغل لهم اللعبه ديت وبيطلع بقى روح الاوتاكو اللي جواه وبيكون في قمه الانشكاح وهو بيلعبها. وكل الطلاب بقى بيكونوا مستمتعين باللي هم شايفينه ديت اول مره يعملوها. وفي نهايه اليوم بنشوف ان كانوا بقى بيرجع تاني القصر بعد ما بيكون خلص كل الشغل اللي وراه، بيلاحظ بقى ان ميس اللي هي برضه بتكون منهكه من كتر الشغل، وعشان كده بقى بيقرر بقى انه يشكرها على تقديرا على مجهوداتها. لكن ميس اللي بتبدا بقى انها تعتذر له انها ما بتكونش مفيده ليه في اخر فتره وكل قادر انها تعمله الغسيل والاكل بس. لكن صاحبنا ابو اللعب بتقوليش الكلام الوسخ ديت مره تانية، اللي انت بتعمليه ده حاجه عظيمه وان ما ينفعش ان انت تقللي من نفسك تاني، وعشان كده بيقرر بقى انه يساعدها في التنظيف. وبالليل الكل بقى بيكون متجمع عشان يبداوا بقى ان هم يستعشوا مع بعض. وكانوا بقى بيكون مستغرب ان اوليفيا ما بتكونش موجوده وكان مش عايزه انها تنزل تستعشى معاهم، وعشان كده بقى بيقرر انه يطلع لها. ولمجرد ما بيخشوا الاوضه بتاعتها بيتفاجئ انها بتكون اصلا مندمجه مع الرسم، وبيكون بقى بيتفاجئ انها بتكون رسمها على شكل دم، وهو اول ما يشوف الكلام ده بيكون مرعوب فشخ. لكن هي اول ما تشوفه بتكون متفاجئه وعشان كده بتقرر انها تطلعه من الغرفه بتاعتها. ولما بقى بيخرج من الغرفه بتاعتها بيبدا بقى انه يفتكر نظراتها الغريبه اخر مره، وده بقى اللي بيخليه مرعوب. وفي تاني يوم بقى بنشوف ان كانوا بيروح بقى المدرسه وبيكون معاه مانيرو، وبيلاحظوا بقى ان الطلاب بدأوا ان هم يتعلموا بسرعه، وعشان كده لابد ان هم بقى يغيروا خطه الدراسه ويصعبوها شويه عشان يقدروا ان هم يتاقلموا معاهم. وبالنسبه لكانوا فهو بيكون في حته تانية خالص، وكل اللي عمال يفكر فيها نظراتها الخاصه بأليفيا بتاعت امبارح. ولما بقى بيدخل الفصل بيتفاجئ بقى ان الاقزام والجنيات بدأوا ان هم يتخانقوا مع بعض على مين افضل شخصيه في الانمي. لكن هنا مانيرو بتتدخل وبتقول له اقعد مكانك يا ابن الصرمه منك ليه، وبترفع بقى سلاحهم في وشهم وتقول لهم يلا بينا عشان نبدا الدرس. وبعد بقى نهايه اليوم الدراسي بنشوف ان كانوا بيرجع للقصر بيتفاجئ بقى ان مصر بتعرفه ان الامبراطوريه بتكون طلبته عشان يجي عندها القصر. واثناء بيكون ماشي في الطريق بيتفاجئ بقى ان اوليفيا بتكون واقفه في الشباك وكل شويه عماله تبص عليه، وده بقى اللي بيخليه ان هو يفكر فيها تقريبا طول الطريق.
ولما بقى بيوصل عند الملكه بتعرفوا ان هي بتكرهه. لا بس انا عملت ايه بالظبط؟ انا ما عملتش حاجه. ولكن بيتضح ان دي بتكون شويه هرمونات بتقول له يا عم انا ما بكرهكش ولا اي حاجه، انت بس بعيد عني شويه ما بتقراليش مانجا زي الاول. وكانوا بقى بيعتزلوا وبيعرفوا ان كل ده بسبب ان هو بيكون مشغول في الدراسه، واكيد يعني هيعدي عليها من الحين للاخر. وبعد ما بيخلص معاها بيرجع تاني للقصر، ونيسل بتكون قاعده تتكلم معاه، ولكن هو بيكون في اللاند ومش مركز معاها اصلا. وده بقى اللي بيخلي نيسل انها تعتذر له ان هو بيجي من المدرسه طول اليوم بيكون منهك، ورغم من كده بيجي يقعد معاها شويه. لكن كانوا بيقول لها كل اللي انت بتفكر ده فيه عباره عن هراء، وان انا بالي مشغول بحاجه تانية خالص. ونيسل بقى بتقول له صدق يا اسطى ان انت شخص غريب، مع الرغم ان انت عندك مشاكل كتير دايما بتفكر في مشاكل الاخرين وبتحاول بقى ان انت تحلها، ومع الرغم من كده قاعد معايا وبتعلمني ثقافتك وقدرت ان انت تحولني لشخص افضل. ومره واحده بقى بتبدا بقى تساله ثواني كده، هو انت هترجع للعالم بتاعك تاني في يوم من الايام ولا ايه الكلام؟ وده بقى اللي بيخلي صاحبنا ان هو يفتكر كلامها لما طلبت منه قبل كده انها بتكون حابه تيجي معاه للعالم بتاعه. وعشان كده بقى بيبدا بقى انه يساله وبيقول لها بقول لك ايه، وانا لو رجعت تاني لدولتي وقررت ان انا ما ارجعش هنا تاني، تفتكر ان انت ممكن تيجي معايا؟ ونيسل بترد عليه وبتقول له اكيد طبعا يا اسطى. لكن هو بيحذرها ان ساعتها مش هتقدر انها ترجع تاني للامبراطوريه، وهي بقى بتقول له طالما انا هكون معاك فانا مش عايز اي حاجه تانية. وفي نهايه اليوم بقى اثناء هو بيكون نايم بيبدا بقى انه يحلم بحلم غريب، وهي اوليفيا بتحاول انها تقتله. وده بقى اللي بيخليه انه يصحى من النوم مفزوع، وبيتفاجئ انها اصلا بتكون واقفه في وشه، وبيتاكد ان الحلم ده بيكون حقيقه. وده بقى اللي بيخليه انه يبدا يصيح، وبسبب بقى الصوت العالي من ونيسل بيصحوا وبيقرروا بقى ان هم يروحوا لعنده. ولما بيوصلوا بيلاقوا ان هم بيكونوا في وضع استغفر الله ماي براذر، وكانوا بقى بيبدا يحلف لهم ان هو ما عملش اي حاجه واللي هم بيفكروا فيه ده ما حصلش اصلا. وبسبب بقى كل اللي بيحصل ده بنشوف ان اوليفيا بتفوق من الغيبوبه اللي كانت فيها، وبتبدا بقى انها تعتذر لهم على اللي هي بتكون عملته. وبتعرفوا من الشهر اللي بيكتمل فيه البدر للاسف بتفقد فيه السيطره على نفسها. ومن هنا بقى كانوا بيترجم وبيفهم ايه سبب تصرفاتها الغريبه في اخر فتره. وده بقى اللي بيخليه ان هو يعتذر لها عشان كان مفكرها لسه جاسوسه وبتحاول انها تخونهم. الكلام ده انا مش ناوي ارجع تاني هناك اصلا، وبتبدا بقى انها تعبط فيه شويه. اما بقى بالنسبه لموني فبتقرب بقى من الناس اللي بتقول لها على فكره ظهرت ليكي منافسه شديده جدا ولازم ان انت تشدي حيلك. واليوم بقى بيخلص على كده يا معلم. وفي تاني يوم بقى بنشوف ان صاحبنا بيوصل المدرسه، والطلاب كالعاده بيبداوا ان هم يتخانقوا مع بعض، وكالعاده بنشوف ان مين اللي بترفع سلاحها في وشهم، وكلهم بقى بيرجعوا تاني اماكنهم. وبعد ما بينتهي اليوم الدراسي بنشوف ان كانوا بقى بيقربوا ان نروح للامبراطوريه، وبيعرفوا ان في خناقات كتير ما بين الاقزام والجنيات. اي نعم ان احنا في الوقت الحالي مش هنقدر ان احنا نوقف كل الكلام ده، ولكن احنا مسيطرين تقريبا على الامور. والفكره ان عدد الطلاب هم عباره عن 25 طالب بس، والموضوع ما بيقفش لحدنا ان في 500 طالب حابب ان هو ينضم للمدرسه، وده عدد كبير جدا عليهم. وعشان كده بقى بيقترح الملكه ان تسمح لنيسل انها تنضم ليه في المحاضرات عشان تساعده في الامور ديت. وطبعا نيسل بتكون مستقله بنفسها وبتقول له يا معلم دي مسؤوليه كبيره قوي عليا. والملكه بقى بتكون غيرانه من هذه الفتاه الورعه لانها بكده هتقضي معاه وقت كتير، وما بيكونش قدامها اي خيار تاني. وبالفعل بتقرر بقى انها توافق، وبتبدا بقى تتكلم مع كانو وبتقول له بكده معلم انت محتاج خادمه كمان معاك. وكانو بقى بيقول لها الله ينور، هو ده بقى السبب الرئيسي اللي مخليني جاي عليك النهارده. ولكن هي بتقول له يا بيه انت هتفتحها خمرك فين النسوان اللي معاك. وبعد كده بقى صاحبنا لما بيخرج من عند الملكه بيقرر بقى انه يروح عند ميرا عشان يستلم كتب المانجا الجديده. وبالنسبه ليه كل اللي شغل تفكيره هو موضوع الجزيئات والاقزام اللي الموضوع ما بيخلصش اصلا. ولما بقى بيفتح الصندوق هنا بقى بتكون مفاجاه ان هو بيلاقي كوره قدم، ومن هنا بقى بتجيله فكره جامده بفتيكه، وبيقرر بقى ياخد الكوره ديت وبيروح عند الملكه وبيعرض عليها ان هم عايزين يعملوا مباراه كره قدم ما بين الجنيات والاقزام، وبكده هيقدروا ان هم يقربوهم من بعض والخلافات اللي ما بينهم تبدا بقى انها تنتهي. وانا هخلي بقى اليابان هي اللي تكون متكفله بالموضوع ده، وبالنسبه للفائز هيحصل على جايزه. والملكه بقى بتتحمس جدا للفكره وبتوافق عليها، وبتقرر كمان انها تحضرها بنفسها. وفي تاني يوم بقى بنشوف ان كانوا بقى بيروحوا المدرسه، وبيبدا بقى انه يتكلم مع الطلاب وبيعرفهم ان في مباراه كره قدم هتتعمل ما بين الفريق الجنيات وفريق الاقزام بعد اسبوع، وبيعرفوا من الفريق اللي هيفوز في المباراه ديت للحق ان هو يختار لعبه وكمان كتاب مانجا. وده بقى اللي بيخليهم ان هم بيكونوا متحمسين فشخ لدرجه ان هم بيبداوا يتفرجوا على ابطال الكوره عشان يتعلموا منها. وبتمر بقى الايام لغايه ما بيجي اليوم الموعود اللي هيتقام فيه المباراه. ومع ركله البدايه بنشوف ان الاقزام هم اللي بيكونوا مسيطرين على المباراه وبيقدروا ان هم يجيبوا اول هدف. ومن بعدها عينك بقى ما تشوف الا النور لان فريق الاقزام بيقدروا ان هم يكتسحوا فريق الجنيات، لان الشوط الاول نتيجته بتخلص 50-0 لصالح الاقزام. وهنا بقى بنشوف ان مين اللي بتقرب من كانوا بتقول له بقول لك يا معلم ما تسمح بقى للجنيات انها تستعمل قوتهم السحريه عشان ده هيكون فير بالنسبه لهم. وكانوا بقى بيكونوا رافض الفكره ديت من البدايه، ولكن الاقزام بيقدروا ان هم يقنعوه لان هم بيكونوا خصم بالنسبه لهم الفوت من غير القوه السحريه بتاعتهم. وبالفعل بنشوف ان كانوا بيسمح بقى للجنيات ان هم يستعملوا قوتهم السحريه، وبعد كده بيروح بقى يقعد مع الملكه وبيديهم شويه اكل من الاكل الياباني اللي هو بيكون جايبه، وشويه بقى والشوط الثاني بيبدا، ومن هنا بتبدا المعركه الحقيقيه. الاقزام هنا بقى بيحاولوا ان هم يسجلوا اجوان كالعاده، ولكن هي تقولي لان حارس المرمى المره دي من الجنيه بيقدر ان هو يستعمل الكف الذهبي وبيقدر ان هو يتصدى للهدف. وايوه يا صديقي زي ما انت توقعت بالظبط هو بيكون واخد الكلام ده من ابطال الكره. وبعد كده بيرمي بقى الكره لاصدقائه وبيبداوا بقى ان هم يستعملوا المثلث الثلاثي، واخيرا بيقدروا ان هم يسجلوا اول هدف. ومن ساعتها معلم الملعب بيقلب ساحه حرب لغايه ما الفريقين بيقدروا ان هم يتعادلوا، وكل اعضاء الفريقين بيقعوا على الارض من شده التعب. وكانوا هنا بقى بيكون مصدوم من النتيجه لان هدفه اصلا من البدايه ان هم يخلوهم يتعاونوا مع بعض، لكن طبعا النتيجه بتكون عكس التوقعات تماما، وبيبداوا بقى ان هم يفحطوا في بعض، وعشان كده بيقرر بقى انه يوقف المباراه. لكن تفتكر الموضوع هيقف لحد هنا؟ لا والله. بنشوف ان الملكه بتقوم ضربه الشورت والفانلة وبتقرر انها تنزل الملعب، وعشان كده جرب يبدا بقى انه يتكلم مع كانوا بيقول له بقول لك يا معلم ما تلحق بنت العبيطه ديت اللي نازله تفضحنا. وبالنسبه بقى البنت العبيطه ديت بالفعل بتنزل الملعب وبتاخد الكره
الطياره وبتبدا بقى انها تجري بيها، لكن اوليفيا بتقرر هي كمان تبدا بقى انها تجري وراها. اما بقى بالنسبه لنيسل بتقرر انها تستعمل قوتها السحريه عشان تدعم الملكه لغايه ما اخيرا بتقدر انها تسجل هدف. ومن ساعتها الاثنين دول بيبداوا ان هم يقربوا مع بعض لدرجه ان الملكه بتقرب من نيسل وبتسلم عليها ان هم بيكونوا تعاونوا مع بعض عشان يسجلوا هدف. وساعتها بقى كل المتواجدين بيكونوا مصدومين ان هم شافوه اصلا. وكمان تبقى بقى هنا بيبدا بقى انه يتكلم مع كانوا بيقول له احيا يا اسطى، لو المملكه بتكون عرفت ان الملكه بتاعتهم بتكون صديقه لنصف بشريه فالدنيا ممكن انها تخرب اصلا. لكن كانوا بيقول له انه مش مهتم للكلام ده دلوقتي، كل مهتم بيه ان المنظر ده بيكون جنب بوفتيكا، وانا متاكد ان تفكيرها هيبدا بقى انه يتغير والكل هيبدا ان هو يتعاونوا ما بينهم وما بين بعض. اما بقى بالنسبه للمستشار الخاص بالملكه فهو بيكون في قمه الانشكاح لانها فعلا بدات انها تتغير. اما بقى بالنسبه لنتيجه المباراه فهي بتنتهي بالتعادل ومفيش اي حد بيفوز. وفي تاني يوم بقى بنشوف ان كانوا بيروحوا المدرسه وبيتفاجئ بقى ان الجنيات والاقزام لسه عمالين يتنافسوا ما بينهم وما بين بعض على لعبه على الموبايل، وده بقى اللي بيخليه ان هو بيكون في قمه الانشكاح، بيقول لنفسه انا بكده قدرت ان انا اقطع نص الطريق. وبعد ما بيخلص الفصل الدراسي بيقرر بقى انه يروح يخانق مع ماتوبا شويه لان هو بيكون جاب له شويه مانجا غلط، وبيقول له طالما كده يا معلم فانا لازم ارجع تاني اليابان بنفسي عشان اقدر ان انا اجيب المانجا اللي انا عاوزها عشان الدروس دلوقتي بتكون في خطر. لكن ماتوبا بيكون معترض على الكلام الوسخ ديت لما كان البوابه بيكون عباره عن سر وما ينفعش ان هو يقوله له. وكانوا بيقول له بسيط يا معلم اعمل فيها زي ما انت عملت معايا فيها المره اللي فاتت ونيمني، وبيكون بقى مصر على رايه لغايه ما بالفعل بنشوف ان ماتوبا بيضطر ان هو يوافق. وكانوا بعد كده بيرجع تاني للقصر وبيبدا بقى ان هو يتكلم مع نيسا وبيعرفها ان هو بيكون راجع تاني المدينه بتاعته عشان يجيب حاجات مهمه ويرجع تاني. ونيسا اللي انا بقى بيكون خايف عليه ان هو ما يرجعش هنا تاني، ولكن هو بيبدا ان هو يطمنها. وساعتها بقى بيبدا ان هو يفتكر كلامه مع ماتوبا لما طلب منه ان هو ياخد ميسل معاه للعالم بتاعه بعد ما يخلص المهمه، ولكن هو بيعرف ان الكلام ده مش هينفع لانها مش هتقدر انها تتنفذ في دوله اليابان بسبب ان الجو بيكون مختلف تماما. المهم بقى في تاني يوم بنشوف ان كانوا بيصحى بيبدا بقى يحضر نفسه عشان يرجع تاني لليابان، وبالفعل الحراس بيبداوا بقى ان هم يدوا المنون، وبعد كده بقى بياخدوا له عربيه معينه وبياخدوا الشنط بتاعته بالمره. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند الملكه بنشوف انها بتشتغل بكل بجد واجتهاد عشان بتكون حابه انها تروح تقعد مع كانو شويه، والمساعد بقى بتاعها جرب يوعدها ان لو خلصت الشغل بتاعها في الوقت المناسب هيوديها للقصر بتاعه. وبنرجع بقى تاني عند صاحبنا اللي بيبدا بقى وفاء من الغيبوبه اللي هو بيكون فيها، وبيتفاجئ ان هو بيكون راجع تاني للاوضه بتاعته اللي بتكون في اليابان. واول حاجه بقى بيقرر ان هو يعملها ان هو بيطمن على المرتب بتاعه، وبيفتح بقى الكمبيوتر وبيتاكد ان كل حاجه بتنزل في مواعيدها والدنيا بتكون زي الفل. ولما بقى بيبص للشنط بتاعته بيكون مستغرب ان في شنطه زياده، وعشان كده بيقرر بقى انه يفتح الشنطه الثانيه ديت، وهنا بقى بيكون مفاجئ ان نيسل اصلا بتكون مستخبيه جواها. ونيسل بقى بتبدا انها تعتذر له انها بتكون عملت الكلام الوسخ ديت لانها كانت خايفه عليه ان هو ما يرجعش تاني للعالم بتاعهم، وعشان كده هي اضطرت انها تيجي معاه. وصاحبنا بقى هنا بيبدا ان هو يفتكر كلام الرئيس لما لقى انها مش هتقدر انها تتنفس هناك، وعشان كده بيبدا يسالها هو انت زي الفل قادره ان انت تتنفسي طبيعي؟ وهي بقى بتاكد له انها بتكون زي الفل، وانها بيتاكد ان العجوز ابن الصرمه ده كان بيضحك عليه. وبعد كده بقى بنرجع تاني عند منه وبنشوف انها بتروح تتكلم مع ماتو وبتعرفه ان نيسل بتكون اختفت، وفي الغالب هي بتكون راحت مع كانو لليابان، وعشان كده بقى بتقترح عليه انها ممكن تروح لهناك وترجعها بنفسها. ولكن هو بالله ما فيش داعي للكلام ده لان انا كده معايا ليه شويه حراس، ولو حصل اي حاجه ولا كده هيرجعوه فورا. وبعد كده بقى بيروح لقصر الملكه وبيقابل بقى المستشار وجاره وبيعرفهم ان كانوا بيكون راجع تاني اليابان عشان يجيب شويه حاجات كده ويرجع تاني. وبنسيبنا بقى من كل الكلام ده وبنرجع تاني اليابان ونشوف ان نيسل بتكون متفاجئه من الادوات المتطوره اللي موجوده في اليابان، وكانوا هنا بقى بيتدخل وبيقرر بقى ناخدها كده لفه في المدينه، وخاصه في شوارع بيكون فيها كتب كتير للانمي. وصاحبتنا بقى بتكون متحمسه جدا وبتنزل معاه، ولما بتشوف العالم الجديد ده بتكون في قمه الاندهاش. وصاحبنا ما بيتوصاش، وبعد كده بقى بياخدها المكتبه فيها مجميع انواع المانجا والمانهوا والانمي، ومش كده وبس لا بياخدها يفسحها ويوديها الملاهي وبيحرفيا بيروق عليها. وطبعا هي بتكون في حته تانية خالص وفي قمه الانشكاح لان اول مره في حياتها تعيش التجربه ديت. ولما بقى بيرجعوا تاني للغرفه بتاعته بنشوف الناس بتبدا بقى تتكلم معاه وبتعرفوا انها استحاله تنسى اليوم ده لانه كان بالنسبه لها احسن يوم في حياتها. وبنسيبهم بقى دلوقتي خالص وبنرجع تاني للعالم الغريب، وبنشوف ان جاره بيروح يتكلم مع المستشار بيقول له مع الفكره معلم الملكه بنت العبيطه ديت قربت انها تخلص الشغل بتاعها وهتروح تقابل كانو وهو اصلا مش موجود. لكن هنا بقى المستشار بيطمنه وبيعرف ان هو بيكون عامل خطه لحاجه شبه كده. وبالنسبه بقى للملكه بنشوف انها بالفعل بتكون خلصت كل الشغل اللي وراها، عشان كده بقى بتطلب المساعدين ان هم يجيبوا كانو اللي عندها. وابن ابن العبيطه ده بيكون عامل فيها ان هو بيكون متنكر في هيئه كانو وبيخش عليها. ولما بقى الملكه بتشوف الكلام دي فبتترجم ان كانو مش موجود في العالم ده وبيكون راجع تاني اليابان، واكيد هو هيرجع ليهم تاني. وده بقى اللي بيخلينا يخيب املها ان كل الشغل اللي عملته ده بيكون راح على الفاضي. اما بقى على الناحيه الثانيه عند كانو بيبدا بقى وفاء من النوم بيتفاجئ ان هو بيكون راجع تاني للعالم الغريب وموجود في القصر بتاعه. ولما بقى بيقعد مع ماتو بقى بيبدا بقى يساله فين بقى الحاجات اللي انت جبتها من اليابان يا معلم. وكانوا بقى بيفتكر ان هو نسي يشتري اي حاجه وبيبدا بقى انه يعتذر له، وهو بيقول له ثواني كده يا ابن الصرم يعني انت صرفت كل الفلوس اللي انا اديتها لك وكمان خليت ناس يحرسوك طول ما انت كنت في اليابان وفي الاخر ما جبتش اي حاجه. وكانوا بيقول له يا عم تهدى انا استمتعت باليوم ده على فكره جدا. اما بقى على الناحيه الثانيه في القصر بتاع الملكه بنشوف انها بتكون موجوده ومخنوقه جدا من كتر الشغل. وبالنسبه بقى لنيسل بتبدا بقى انها تحضر الاكل وبتبدا بقى تتكلم مع بروك وليفيا وبتحكي لهم على كل حاجه بتكون شافتها في اليابان. ومينورا لما بتشوف الكلام ده بتروح بقى لكانو بتقول له ثواني كده هو انت عملت فيها ايه بالظبط. وكانوا بيقول لها يا ستي ما تاخديش في بالك انا علمتها يا دوبك شويه اساسيات. وبعد كده بقى بيقرر بقى انه يسيبها عشان يروح يقابل الملكه. ولما بقى بيوصل هناك القصر بيتفاجئ بقى ان المستشار اول ما بيدخل الغرفه بتاعتها ان الملكه بتكون سايبه له رساله وبتعرفه انها بتكون خنقت من الشغل عشان كده بتكون حابه انها تاخد اجازه. وعشان كده الحراس بيقرروا بقى ان هم يقلبوا الدنيا كلها عليها قبل ما تهرب من القصر. ولما كانوا بقى بيشوفوا الكلام الوسخ ديت هو كمان بيبدا بقى انه يدور عليه. ولما بيدخل
المخزن بيتفاجئ انها اصلا بتكون موجوده هناك ونايمه وعماله بقى تنادي باسم عائلتها. وفي نفس الوقت بنشوف ان جارة بيوصل لعندها وبيبدا بقى انه صحيه، ولما صاحبنا بيحاول بقى انه يتكلم معاها هي اصلا بتنفض له وبتسيبه وبتمشي. وبعد ما بتمشي كانوا بيبدا بقى انه يتكلم مع جارة وبيقول له بقول لك يا معلم ما تديها كده اجازه عشان شكلها تعبان فعلا، لكن هو بيعرف ان الموضوع ده مش هينفع للاسف لان وراها شغل كتير مهم جدا لازم انها تخلصه، وبعد كده بيقرر بقى انه يسيبه وبيمشي. وبالنسبه بقى لصاحبنا فطول اليوم بيكون عمال يفكر في الموضوع ده، وعشان كده في تاني يوم بقى بيقرر بقى انه يروح تاني للقصر بتاعها، وبيتفاجئ ان هي اصلا بتكون حابسه نفسها في الاوضه بتاعتها ومش عايزه اي حد يقابلها، وكمان حاطه حاجز عشان ما حدش يقدر انه يدخل. وبالنسبه بقى لصاحبنا لما بيجرب بقى انه يلبس البوابه دي بيتفاجئ ان هو ما بيحصلوش اي حاجه لانه اصلا مش من العالم ده. وصاحبنا هنا بقى بيفهم حالتها انها بتكون متوحده بائسه دلوقتي وحاسه بالاكتئاب، وعشان كده جرب يبدا بقى انه يتكلم معاه وبيطلب منه ان هو يخرجها من الحاله ديت، ولكن كانوا بيكون حابب ان هو يعرف قصتها من البدايه. وهو بيبدا يحكي لها ان ابوها اصلا المفروض ان هو اللي يكون الحاكم، لكن بسبب ان هو بيكون اتقتل هو وزوجته اضطرت انها تكون الملكه من بعدهم. واللي بيكون عامل الكلام الوسخ ديت فهو بيكون ابو جاره لانه كان حابب يكون الملك لانهم اصلا بيكونوا ولاد عم. وبسبب ان جاره بيكون حس بالذنب السبب اللي حصل فقرر ان هو يكون المساعد بتاعها. ومن ساعه ما هي بقى مسكت الحكم بدات انها تشتغل بجد وباجتهاد عشان اللي حصل ده ما يحصلش تاني. وكانوا بقى لما بيفهم الموضوع بالكامل بيقول لهم بقى سيبوا الموضوع ده عليا لان انا فاهم حاله التوحد اللي هي بتكون فيها. ولما كانوا بقى بيحاولوا ان هو يستاذن عشان يدخل عليها هي بتكون رافضه، ولكن لما بتعرف ان هو اللي بيكون موجود على البواب بتسمح له ان هو يدخل عليها. وهي بقى اول ما بتشوفه تقول له بص كده يا معلم انا اتخذت قرار ان انا هبدا ان انا من النهارده اقرا في كتب المانجا ومش هرجع تاني للشغل ده ابدا. وكانوا بيقول لها خلاص يا ست براحتك، طب خلينا بس نظبط الدنيا في الاوضه الاول. وساعتها بقى بيقوم جايب لها شويه كتب والعاب وحرفيا بيخربوها طول اليوم لعب مع بعض. وفي يوم بقى لما نشوف ان الملكه بتكون خارجه عشان تجيب شويه حاجات لنفسها بتسمع بقى الحراس وهم بيكونوا قلقانين جدا عليها، وده اللي خلاها انها ترجع تاني الاوضه وبتبدا بقى انها تفتكر شعبها والمساعدين بتوعها اللي هم اصلا بيبذلوا كل جهدهم عشان يساعدوها. وكانوا هنا بيستغل الوضع ده وبيبدا بقى انه يتكلم معاها وبيقول لها على فكره التوحد ده مش حاجه حلوه لان انت لو اتعودت عليه مش هتقدر ان انت تخرجوا من الاوضه بتاعتك، وبكده هتحبسي نفسك في الاوضه ديت للابد. وهي بقى بتقول له ثواني كده، طب ما انت برضه كنت حابس نفسك في الاوضه بتاعتك زمان، طب ايه اللي خلاك تعمل كده اصلا؟ وكانوا بقى بيبدا بقى انه يحكي لها عن قصته وان هو بيكون اترفض من حبيبته وعشان كده قرر بقى انه يحبس نفسه، ولكن اصلا ده كان غلط. وبسبب بقى كده بنشوف ان الملكه بتفضل بقى طول اليوم انها تفكر في الكلام. وفي تاني يوم بقى لما كانوا بيصحى من النوم بيتفاجئ ان الملكه بتكون صحت هي كمان، وكمان لغت الحاجز اللي كان موجود على البوابه. ومن هنا بقى بتتخذ القرار ان ما ينفعش انها تتخلى عن شعبها ولازم تكمل شغلها للنهايه. واول حاجه بقى بتشوفها قدامها هو المستشار وكمان جاره، وعشان كده بتبدا بقى انها تتكلم معاهم بتقول لهم يلا بينا يا رجاله عشان نكمل اللي ورانا. وكانوا بقى بيكون في قمه الانشكاح انها بتكون رجعت تاني لنشاطها، وجاره بقى بيبدا بقى انه يشكره على كل حاجه بيكون عملها. وبعد بقى مرور الايام بنشوف ان نيسيت بتكون اشتغلت في المدرسه وبدات انها تعلم الطلاب. وبالنسبه بقى لصاحبنا فهو بيكون مبسوط ان كل مجهوداته جاب فايده. وبعد كده واثناء ما بيكونوا واقفين بنشوف ان ماتو بقى بيوصل بقى عند منو وبيعرفها ان الاجازه اللي هي بتكون طالباها بتكون اتوافقت عليها. ولما بقى بيرجعوا تاني للقصر بنشوف ان جاره بيكون موجود وبيبدا بقى انه يشكر كانو على كل حاجه بيكون عملها للملكه لانها بتكون رجعت تاني لطبيعتها. وكانوا بيقول له عيب عليك يا اسطى على فكره الاكتئاب ديت لعبتي. وبعد كده بيبدا بقى انه يدردش معاه وبيساله على اماكن معينه من خلالها منو تقدر انها تاخد الاجازه بتاعتها. وجاره بيبدا يعرفها ان في قصر بيكون مخصص للملكه فيه بحيره واي حاجه للترفيه ويقدروا ان هم يستعملوه. ومنو بقى بتكون في قمه الانشكاح وعشان كده بتطلب بقى من كانو وميسل ان هم يجوا معاها، لكن ميسل بتكون مقلقه ولكن هي بتقول لها يا ستايلاتك لك انا هروق عليك واجيب لك كل اللبس اللي انت عاوزاه. وبالفعل يا معلم بعد كام يوم بنشوف ان هم بيوصلوا للشاطئ وكانوا بيكون في قمه الانشكاح. قول عليا النعمة انا ما كنت عايش، ده انا كنت مدفون بالحياه. وبنرجع بقى تاني عند الملكه وبنشوف المستشار بتاعها بيبدا بقى انه يتكلم معاها بيعرفها ان هي كمان تقدر انها تاخد اجازه وتروح للشاطئ اول ما تخلص الشغل اللي وراها. والملكه بقى بتقول له خلاص يا معلم على فكره انت لو ضحكت عليا المره دي انا هركبك احلى شلاحه. وعلى الناحيه التانيه بقى عند كانوا اصدقائه بنشوف ان هم بيلعبوا في الشاطئ وبيكونوا خربينها. ومره واحده بقى بنشوف ان واحد من الجناب بيوصل لعندهم وبيعرفوا ان هو كان ماشي مع صديقته اللي بيكون اسمها روبرتا، وده لان هم سمعوا اشاعات ان المدرسين بيكونوا في رحله وعشان كده هم جايين هنا عشان يشوفوا الكلام دي. واثناء هم كانوا جايين شافوا كده اشخاص غريبه وعشان كده قربوا منهم، ولما روميندا قربت منهم بيتفاجئوا ان في حد استعمل عليها سحر البرد، وعشان كده هو هرب باقصى سرعه عليه عشان يجي لعندهم ويطلب منهم المساعده. ومن هنا تكون شك ان ممكن في اعضاء لسه من المنظمه بيكونوا عايشين وعشان كده بيقرروا ان هم يروحوا ينقذوا البيت. وبالفعل بيقدروا ان هم يوصلوا عند الاشخاص اللي بيكونوا عملوا كده ولكن بيكونوا مغطين نفسهم باوراق الشجر. وهنا بقى ميسل بتقرر انها تستعمل سحرها عليهم ولكن بيقرروا ان هم يهربوا من المكان. واستليفيا بتقرر بقى انها ما تسيبهمش وبتبدا بقى تجري وراهم، لكن للاسف في طريقها بتتعلق في شجره. اما بقى بالنسبه لنيسل فبالتانيه تجري وراهم لغايه ما بتقدر انها تمسك منهم اتنين، لكن بنشوف ان في واحد بيجي من عندهم وبيقدر انه يوقع نيسل على الارض. بس صاحبنا كانوا بيقرر بقى انه يتدخل في الوقت ده عشان ما يسمحش لنيسل انه يحصل لها زي اللي حصل فيها قبل كده. اما بقى بالنسبه لمينوري بتوصل للمكان وبتبدا بقى انها تستعمل سلاحهم على العصابه ديت عشان يخليهم ان هم يكشفوا هويتهم. وبنكتشف ان الملثمين دول بيكونوا عباره عن جنود من اليابان وجايين هنا عشان يحرسوهم، ولما البت دي اكتشفت امرهم قرروا بقى ان هم يخطفوها، وان هم كده كده يعني كانوا هيسيبوها في حالها بعد شويه. لما بيروحوا يطمنوا على البت دي بيكتشفوا انها اصلا كانت نايمه وراحه في سبع نومه. ولما مينوري بتاخد بص على الادوات اللي معاهم بتلاقي ان معاهم كاميرا، ولما بتاخد بص على الحاجه اللي عليها بيتفاجئ انها اصلا كانوا مصورينها، وده بقى اللي بيخلينا تتعصب. دول ده انا
اركبكم احلى شلاحه اولاد الصرب. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند الملكه بنشوف انها بالفعل بتكون خلصت الشغل اللي وراها، عشان كده بتتكلم مع المستشار وبتطلب منه ان هو يجيب لها لبس السباحه، وبنشوف ان هو بيكون جايب لها لبس كده خاص باطفال في الابتدائي، وبيكون مفكر ان الكلام ده مش هيعجبها، وبقول لها يا ست بصي ما تتعصبيش عليا، العمال هم اللي بيكونوا اختاروا الكلام دي. لكن على عكس التوقعات الملكه بتكون في قمه الانشكاح، والمستشار بيبدا بقى انه يطبلها بيقول لها على فكره ده ذوقي. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند كانو بنشوف ان هو بيتمشى ومره واحده بياخد باله منه لانها بتكون لابسه لبس خادمه، وعشان كده بقى بيبدا يسالها وانت عامله في نفسك كده ليه؟ بتقول له ما فيش يا عم، نيسل غسلت كل الهدوم ما كانش فيه غير اللبس ده. وبعد كده بقى بنشوف ان باتو بيوصل عندهم بيعرفوا ان في مشكله دلوقتي حصلت، وبيعرفوا ان المباراه اللي كانت ما بين الاقزام والجنات الحكومه بتكون صورتها، وحابين ان هم يحتفظوا بالكلام ده عشان يعملوا عليه اختبارات بعد كده. لكن المشكله الكبيره ان الفيديوهات دي بتكون اتسربت على النت، لو حد اكتشف ان ده بيكون عالم تاني فالمهمه هتتلغي بالكامل. وكانوا بيقول له يا عم ما تكبرش الموضوع، احنا ممكن نعمل كده فيلم كده توثيقي من الجوات اليابانيه وناكد للناس ان ده كان عباره عن فيلم مش اكتر. وماتوا بابا ومينوري بيعجبهم الفكره دي جدا وبيقرروا ان هم ينفذوها. وبعد كده بقى بنشوف ان هم بيروحوا عند الملكه وبيعرفوا ان هم يعملوا فيلم خيالي ويخلوا الطلاب يبداوا ان هم يمثلوا فيه، ودي يعني حاجه جديده اول مره يسمعوا عنها. والملكه بقى فورا بتوافق على الفكره ديت لانها بتكون متحمسه ليها جدا، وكانوا بقى بيعرفوا ان هو بيكون محتاج انها تمثل في الفيلم ده لانها هتكون البطل ان هو يتعرض في العالم بتاعهم. وبعد يعني شويه تطبيل زي الفل يا معلم بتضطر انها توافق، وبعد شويه بتبدا بقى تجهيزات الفيلم والكل بقى بيكون مشارك فيها حتى جاره ذات نفسه. وبالنسبه بقى لماتما فبيكون واقف بيتكلم مع منير وبيبدا بقى يسالها تفتكر الفكره ديت ممكن تنجح ولا لا؟ وهي بقى بتعرف ان الفكره ديت جديده لدرجه ان الطلاب لما سمعوا عنها كانوا متحمسين جدا ليها. وبعد كده بقى بتاخد الفريق معاها عشان يروحوا بقى للكهف يجيبوا التنين اللي موجود هناك. لكن التنين ده اول ما بيشوفهم بيكربانه ويركبهم احلى شلاحه وبيطلعهم بره الكهف. ومنير بقى بتقول لها انا اظن يا جدعان احنا كده ما ينفعش ان احنا نستعمل تنين حقيقي ده على ما اظن يعني. وبعد كده بيبدا بقى ان هم في تصوير الافلام، وبعد كده بيعملوا شويه مونتاج عشان الحاجات تطلع واقعيه اكتر. ولما بقى بيجي المشهد الاخير بيكونوا جايبين مجسم تنين بدل التنين الحقيقي، وبنعرف بقى معلم ان الملكه هي اللي هتعمل الدور الاخير، ولكن محدش كان عامل حسابه ان التنين الحقيقي بيوصل لمكانه وبيبدا بقى انه يهجم عليهم وبيدمر كل حاجه. والملكه بقى بتكون في قمه الانشغال بتقول لهم واه ده التنين ده عامل زي التنين الحقيقي اللي عندنا بالظبط. وكانوا بيقول لها يا بنت العبيطه اهربي بسرعه ده تنين حقيقي من عندكم. اما بقى بالنسبه لجاره فبيجمع كل الفرسان ويبداوا بقى ان هم يهجموا على التنين ده عشان يحموا الملكه وكل الناس. لكن هنا بقى بتكون المفاجاه ان جنود اليابان بيتدخلوا وبيبداوا بقى ان هم يستعملوا الدبابات والبنادق وبيهجموا على التنين ده لغايه ما بيهرب من المكان، وكل بقى بيكون في قمه الاندهاش من الادوات المتطوره اللي اليابان بيكونوا يستعملوها. المهم بقى معلم المشهد ده بيخلص على خير واخيرا بيقدروا ان هم يخلصوا الفيلم. وكانوا بقى بعد كده بيروح يتكلم مع الملكه وبيبدا بقى يسالها عن شعورها بعد ما خلصت اول فيلم ليها، وهي بقى بتبدا انها تحس له انها بتكون فخوره بنفسها لان هي اول مره في حياتها تعمل حاجه شبه كده. ولكن هي بتقول له على فكره يا الورق الفضل يرجع ليكوا بالقربه، انا هتدي له مكافاه عباره عن كده موزه بشبك على الطاير، وبتقول له بعد عليها في القصر يا الورق. وابننا بقى السنجل البائس ما بيكونش مصدق نفسه، ولكن بيكون في قمه الانشكاح ان العالم ده فعلا بدا ان هو يتغير. وبعد ما الفيلم بيخلص الكل بقى بيتجمع عشان يبداوا بقى ان هم يتفرجوا عليه مع بعض. بالنسبه بقى للملكه فبتبدا بقى انها تطبل لاي حد شارك في الفيلم ده وبتقول لهم يا جدعان انتوا جامدين بفتيكه. ولكن مره واحده بقى بتيجي اللقطه بتاعتها وده بقى اللي بيخلينا بتكون متعصبه فشخ، وبتقول لهم يا جدعان انتوا مبينين طفله كده، الفيلم ده لازم يتمنع من العرض. والكل بقى بيبدا بقى انه يضحك عليها. اما بقى بالنسبه للفيلم بيبدا بقى انه ينتشر في اليابان عشان يوضح للناس ان اللقطات اللي اتسربت قبل كده بقى هي اللي عباره عن لقطات من الفيلم ده. وفي المدرسه بقى بنشوف ان الطلاب بيكونوا متعمقين في قراءه المانجا اكتر، وبنشوف ان ميزل هي اللي بتكون مشرفه عليهم. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند ميني وكانوا بنشوف ان هم بيكونوا قاعدين مع ماتوبا، وماتوبا بقى بيعرفوا ان فكره الفيلم بتكون نجحت نجاح عظيم جدا، وبفضل كده هيقدروا ان هم يكملوا مشروعهم للنهايه. وبيبدا بقى يشكر كانوا على كل اللي هو بيكون عامله، وبيطلب بقى منه ان هو يستمر على نفس النهج. وفي يوم بقى من الايام بنشوف ان كانوا بيقرر بقى انه يروح المدرسه، وبيتفاجئ ان في واحده من الطلاب بتوقفه وبتعرف انها بتكون كتبت القصه الخاصه بيها. وصاحبنا بقى بيكون في قمه الانشكاح لان سكان المملكه بداوا ان هم يحبوا المانجا، وكمان بداوا ان هم يحطوا القصص بتاعتهم. وبعد كده بنشوف ان هو بيروح بقى يستلم الكتب الجديده اللي بتكون وصلت من اليابان، لكن بيفاجئ ان عددها بيكون ناقص، وعشان كده بيبدا بقى انه يتكلم مع منه وبيقول له يا عم هو انا كل ما اطلب منك حاجه جيبها لي ناقصه؟ على فكره الشغل ده مش نافع والدنيا ممكن انها تتاثر، رغم كده انا هتصرف. وبعد كده بنشوف ان هو بيكون قاعد لوحده، ومره واحده ميسل بتلاحظ ان هو بيكون في قمه الانشكاح ومش قاعد كده على بعضه. ولما بقى بتساله هو ايه اللي حصل بيبدا بقى يعرفها ان الحكومه بتكون فرحانه جدا بالشغل اللي هو بيكون عامله، وبيبدا بقى انه يشكرها وبيقول لها لولا مساعدتك ما كنتش هقدر ان انا اوصل لاي حاجه. وفي تاني يوم بقى لما بيروح المدرسه بيتفاجئ ان الطلاب عاملين يتخانقوا ما بينهم وما بين بعض لان عدد الكتب بتكون قليله. وفي نهايه اليوم بقى هو بيكون مروح بيبدا بقى انه يتكلم مع مينر وميسل على اللي بيحصل، وبيعرفوا ان الحكومه ما كانش متوقعه الاقبال الكبير على المانجا والانمي، وعشان كده هم مش قادرين ان هم يبعتوا لهم الكميه اللي يقدروا ان هم يكفي بيهم الكل. واثناء هم بقى بيتمشوا بيتفاجئوا ان في اتنين من الاقزام عاملين يتخانقوا مع بعض عشان كتاب مانجا، وعشان كده بيقرر انه يروح لماتو وبيعرفوا ان هو لازم يزود عدد الكتب لان العدد ده ما بقاش كفايه. وهنا بقى بنشوف ان ماتو بيبدا بقى انه يضحك ضحك خبيث وبيقول هو ده بالظبط اللي احنا كنا عايزينه، وان سكان العالم ده بقوا متعلقين جدا بالكتب بتاعتنا، وقريب جدا هنقدر احنا نسيطر عليهم بالثقافه بتاعتنا. وكانوا بقى بيكونوا على الله حكايته مش فاهم اي حاجه، وبيبدا بقى يساله هو انت تقصد ده بالظبط يا معلم؟ وده بقى اللي بيخلي كانوا ان هو يفتكر كلام قائد المنظمه لما قال له ان انتوا عباره عن اشخاص محتلين. وماتو بقى بيقول له مظبوط زي ما انت بتفكر دلوقتي، احنا جايين هنا عشان نسيطر على العالم. وده طبعا
وطبعا بدل ما نخش معاهم حرب بالاسلحه وديت هتكون خسرانه بالنسبه لنا، والاوفر لينا ان احنا نسيطر عليهم بالثقافه. وكانوا بيكون معترض على الفكره ديت تماما، ولكن ماتو بيقول له يا معلم هو انت جاي دلوقتي تقول رايك؟ هو انت ما فكرتش احنا اخترنا شخص فاشل زيك ليه؟ وده مش عشان خاطر الموهبه اللي عندك اللي ملهاش اي ثلاثه لازمه، بل انت شخص بتكون مطيع وبتنفذ اوامرنا بالحرف. واحب اعرفك ان انت بتكون ساعدنا كتير عشان نقدر ان احنا نوصل للمرحله ديت. وكانوا هنا بقى من الصدمه بيقعوا على الارض لان هو بيكون ساعدهم في حاجه قذره زي ديت. وبعد ما بيرجع تاني للقصر بيشوف ان نمر تبدا بقى تتكلم معاه وبتحكي له على كل حاجه بتحصل، وان الارض ديت ما فيش اي حد بيكون قدر انه يستكشفها غير الحكومه اليابانيه، وعشان كده الاراضي ديت تعتبر كنز اليابان لانها بتكون غنيه بالمعادن النادره. والسبب الرئيسي اللي ما خلاهمش ان هم يخشوا معاهم في مواجهه مباشره ان العالم ده بيكونوا قادرين ان هم يستعملوا قوه غريبه اسمها السحر، وعشان كده هم اختاروا يخشوا معاهم حرب ثقافيه بدل الحروب المعتاده بالدبابات والمدافع. وانا بقى كانوا بيتاكد ان بيكون تم استغلاله من الحكومه اليابانيه، وبيبدا بقى يساله طب انا لو حبيت اوقف في يوم من الايام ايه اللي هيحصل لي بالظبط؟ ولكن مينرو بتحذره ان هو ما ينفعش يعمل الكلام ده في الوقت الحالي لغايه ما يقدروا ان هم يشوفوا حل. وفي تاني يوم بقى بنشوف ان كانوا بيروح يقعد مع الملكه وبتلاحظ بقى ان هو بيكون متغير، وبتبدا بقى تساله عن السبب، هو بيعرفها ان مفيش اي حاجه، كل الموضوع ان انا بكون مضغوط في الشغل بس مش اكتر. والملكه بتعرف انها بتكون مبسوطه جدا لان شعبها بدا ان هم يستمتع بالثقافه الجديده، وكويس جدا ان انا سمعت بالمشروع ده لان هو بيكون فاد المملكه. لكن انا كانوا بيتعصب بقى بيقول لها ان كلامك كله غلط، وهي بقى بتكون مستغربه بتقول له ثواني كده انا كنت مفكره ان انت بتحب نشر ثقافه الاوتاكو، هو في حاجه حصلت؟ وهنا بقى كانوا بيبدا بقى انه يفتكر الشعب قدامهم مبسوطين بالمانجا والانمي اللي هو بيكون نشرها وسطهم، وهو للاسف مش قادر ان هو يخدعهم اكتر من كده، وعشان كده بيقرر انه ينزل نفسه في الاوضه وما يروحش المدرسه تاني. وماتو بقى بيكون واقف بره الغرفه بتاعته بيعرف منه ان الكلام ده ما ينفعش وانه الحكومه مش هتستحمل اي تاخير تاني، ولو استمر على اللي هو بيعمله ده فهنضطر ان احنا نمشيه ونجيب حد تاني غيره. لكن هي بتعرف ان الكلام ده ما ينفعش لان الشعب فعلا بيحب ان هو بيكون نشر الكلام ده وسطهم، لكن هو بيعرف ان الكلام ده بيكون اوامر من الحكومه وللاسف مش هيقدر ان هو يخالفها. وبعد كده بقى بيبدا ان هو يتكلم مع كانوا بيعرف ان الحكومه ديت مش زي اهله عشان يغضب زي الاطفال ويقفل على نفسه الاوضه، وعشان كده هو لازم يرجع تاني لشغله ويبدا بقى انه ينشر ثقافه الانمي من جديد. اما بقى بالنسبه لميسي فبتحاول بقى تخش له عشان تاكد ان هو بيكون حابس نفسه في الاوضه بقاله كتير، وصاحبنا بقى بيكون رافض الاكل، ولكن لما بيشوف الاكل اللي هي بتكون عملته وكمان تعبت عليه فبيقرر بقى انه ياكل. ومن هنا بقى بيقرر بقى انه يخرج عن صمته وبيعرف ان هو بيكون شخص محتال وما ينفعش ان هو يستاهل المعامله اللي هي بيتعاملها له، والمفروض اصلا ما اكونش في العالم ده ولا كنت اقابلكم اصلا. ونزل بقى بتقول له انا مش فاهم اللي انت بتقوله بالظبط، حتى لو انت كنت محتال انت هتفضل السيد بتاعي، لان انت الشخص اللي قدرت ان انت تعلمني الثقافه اليابانيه وكمان خليت كل الاجناس ان هم يحبوا بعض. وبسبب كده بتبدا بقى انها تتاثر وبتعيط وتقول له ما ينفعش ان انت تقولي الكلام ده مره ثانيه. وانا بقى بنشوف ان كانوا بيبدا بقى انه يتحمس من جديد وبيقول لها انا كنت مستني الكلام ده بالظبط منك وان انت تحمسيني. وفي تاني يوم بيقرر انه يرجع للشغل من جديد، ولكن المره دي بيقرر انه ياخد مينرو وماتو بقى معاه، وبيعرفوا ان هو بقى عنده فكره جامده مفتكه من خلالها هيخلي الشعب يدمن المانجا والانمي اكتر واكتر. وعشان كده بيقرر بقى انه ياخدهم لعند الملكه. ولما بقى بيوصلوا لهناك الملكه بقى بتقول له انت طلبتني ان انت تشوفني ضروري ايه بالظبط اللي انت بتكون عاوزه مني ايها الورع. وكانوا بيعرفوا ان هو بيكون عنده مشروع جامد بوفتيكا ومن خلاله يقدر يخلي العالم ده يصنع المانجا والانمي الخاصين بيه، وبكده مش هنضطر ان احنا نعتمد على الحكومه اليابانيه وكمان هنقدر ان احنا نستمتع بالمانجا اكتر. وماتو لما بيسمع الكلام ده بيكون مصدوم لانه بكده بيدمر الخطه بتاعتهم، وبيحاول بقى انه يتدخل عشان يوقف الفكره ديت. وكانوا بقى بيقولوا على ما اظن ان الحكومه اليابانيه مش هتعرض على فكره جامده بوفتيكا زي ديت، وفكره ان المملكه هتبدا بقى انها تصنع كتب الخاص بيها مش هتضر الحكومه اليابانيه. لكن ماتو بيحذروا ان هو بكده بيتجاوز حدوده واللي بيعمله ده خطر، وكانوا بيقول له انا يا دوبك عرضت الفكره والتنفيذ الفكره ديت في ايد الملكه مش في ايد انا. وساعتها بقى بيطلع الرسومات الخاصه باليفيا والقصص اللي الطلاب بيكونوا كتبوها بايديهم، ولو قدرنا ان احنا نعدل الكلام ده فمش هنحتاج للحكومه اليابانيه تاني. والملكه بقى بتبدا بقى تتكلم مع كانوا وبتساله لو هو ما كانش عنده اي اعتراض يكون المشرف على مشروع زي ده. وكانوا بيقول لها اكيد طبعا يا استاذ ما عنديش اي مشكله، وبتقول له خلاص يا معلم خد الموافقه واعمل اللي انت عاوزه. ومن هنا الكل بيكون في قمه الانشكاح من الفكره الجامده بوفتيكا اللي هو بيكون عارضها. ولما صاحبنا بقى بيبص لماتو بيحس ان هو بيكون ناوي له على نيه شر ان هو يركبه احلى شلاحه قريب، وده عيبه بقى معلم ان انت تجيب واحد تاج وتعتمد عليه في مشروع ويبوظه لك. وفي نهايه اليوم بنشوف ان في شويه جنود بقى من اليابان بيكونوا بقى داخلين الغرفه الخاصه بكانو عشان يخلصوا عليه، ولما بقى بيوصلوا عنده بيتفاجئوا ان ميسل هي اللي بتكون موجوده بداله. ومره واحده بقى بنشوف ان في شويه صحراء بيوصلوا للمكان وكمان بيقدروا ان هم يكتفوهم، وبنكتشف بقى ان الملكه هي اللي بتكون عملت الخطه دي كلها لان كانت متوقعه ان جنود اليابان هيعملوا كده اصلا. وبعد كده بقى بنشوف ان ماتا بيكون واقف قدام الملكه وبيحاول بقى انه يبرر لها اللي بيكون عمله وان هو ما يعرفش اي حاجه من اللي حصلت، واكيد الحكومه اليابانيه هي اللي عملت كده من دماغها، لان هم اول ما حصل انه كان ده بدا انه يكون تهديد لهم قرروا ان هم يتخلصوا منه. وبيبدا بقى انه يعتذر للملكه وكانوا على اللي حصل وبيتوعد لهم ان هم ياخدوا الجنود دول لليابان او يبدا بقى انه يعاقبهم. وبيعرفوا من هدف الحكومه اليابانيه ان هم يعملوا كده علاقه الصداقه ما بينهم ولا اي حاجه خبيثه من الكلام الوسخ دي. والملك هنا بقى بيقرر انها تعفى عنهم، ولكن بتحس ان كانوا بيكون لسه شاكك فيهم. وهنا بقى المستشار بيبدا بقى انه يتكلم مع كانوا بيعرفوا ان هو مفيش اي حاجه في ايديهم يعملوها في الوقت الحالي، وعلى فكره لو قرروا ان هم يعملوا لك اي حاجه او يؤذوك فاحنا هنقطع العلاقات ما بيننا وما بين اليابان نهائيا. وبالنسبه لماتو بقى لما بيخرج بقى من القصر الملكي بيبدا بقى انه يتكلم مع منه وبتقول له بقول لك يا معلم وانت مفكر انت في كده قدرت ان انت تخدعهم؟ وماتو بقى يعرف ان هو فعلا ما خدعهمش وهي ديت فعلا الحقيقه. وبالنسبه بقى لصاحبنا بتمر بقى الايام عليه عادي، وبنشوف ان الملكه بتقرر بقى انها تحط له شويه سحرات عشان يحرسوه، وحرفيا يا معلم السحرات دول بيكونوا لازقين له في كل وقت حتى وهو نايم. وعند بقى الملكه اثناء ما هي بتكون في القصر مره واحده بيحصل انفجار في القلعه، ومره
مره واحده بقى بتوصل للخادمه اللي عندها وبتعرف ان الدوله المعديه بدات انها تهجم عليهم، وده عن طريق اسلحه متفجره وديت اول مره يشوفوها. وهنا بقى الملكه بتبدا بقى تترجم الموقف وتعرف ان اليابان هي سبب ورا كل حاجه بتحصل دلوقتي. وفجاه بنشوف ان في انفجار جديد بيحصل ناحيه المدرسه، وصاحبنا بقى كانوا بيقرر انه يروح المدرسه هناك بسرعه عشان في كتب مانجا هناك ما ينفعش انها تتحرق. ولما بقى بيخرج بنشوف ان ميزل بتخرج وراه بسرعه. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند مينر بيشوف انها بتكون قاعده في المعسكر وبتسمع بقى ماتوبا وهو عمال يتكلم، وبتفهم بقى ان هو اللي ورا كل حاجه بتحصل، وان هدفهم ان هم ينصبوا فخ الكانو عشان يخلصوا عليه. وعشان كده بتقرر انها تتحرك بسرعه عشان تحذره، ولكن الجنود بتقفشها وبيمنعوها انها تتحرك. وبعد كده بقى ماتوبا بيخرج وبيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيقول لها ان انت دلوقتي اصبح مالكيش اي ثالثه لازمه زي العبيط التاني. وبالنسبه لصاحبنا اول ما بيوصل للمدرسه بنشوف ان في 2 من الجنود بيقدروا ان هم يكتفوه، كمان بيخلوه ان هو يغمى عليه، وبيعرفوا ان كل اللي بيحصل ده بيكون مصلحه لمستقبل اليابان، وبيقرروا بقى ان هم يسيبوه وسط النار وبعد كده بيمشوا. وفي نفس الوقت بنشوف ان بريكو بيوصل ويبدا بقى انه يكسر جدار المدرسه عشان يوصل لصاحبنا ويقدر ان هو ينقذه. اما بقى بالنسبه لاوليفيا اول ما بتخش المدرسه وبتشوف جنود اليابان بتبدا بقى انها تعمل عليهم احلى موف اون. اما بقى بالنسبه لنيسل بتكمل بقى طريقها لغايه ما بتقدر انها توصل عند كانو اللي بيكون قاطع النفس، وعشان كده بقى بتحاول بقى انها تصحيه، ولكن مره واحده بنشوف ان المكتبه بتبدا بقى انها تقع عليهم. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند القصر الامبراطوري بنشوف ان الفرسان بيحاولوا بقى ان هم يسيطروا على الاوضاع. وبالنسبه للملكه اول ما بتعرف اللي بيكون حصل مع كانو بتبدا بقى انها تنهار وبتطلب منهم ان هم لازم ينقذوه باي ثمن. وبنرجع بقى تاني لاوليفيا اللي بتكون لسه بتقاتل الجنود، بنشوف ان في واحد منهم بيقرر بقى انه يستعمل عليها الصاعق الكهربي، وبسبب بقى كده مره واحده بيغمى عليها. اما بقى على الناحيه الثانيه عند ميسل بنشوف انها بتقدر انها توقف المكتبه بقوتها السحريه، وفي نفس الوقت بتحاول بقى انها تفوق كانو ولكن بدون اي فايده. وده بقى اللي بيخلينا تنهار من العياط وبتبدا بقى تقول ارجوك ان انت ما تموتش اللي انا اتغيرت بسببك. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند القصر الملكي بنشوف ان الملكه هي كمان بتكون منهاره بسبب انها ممكن انها تفقد كانو. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند اوليفيا بنشوف ان في واحد من الجنود كان خلاص على وشك ان هو يخلص عليها، ولكن مينو اللي بتتدخل وبتقدر انها تنقذها. وعلى الناحيه الثانيه عند ميسل بنشوف بقى ان قواها بتبدا بقى تنهار، ولما بتحس ان كانو ممكن يموت في المكان ده بتقرر ان هي كمان تموت معاه. ومن هنا بقى بنتاكد ان البت دي بتكون وفيه جدا ليه. لكن تفتكر صديقي هي دي بتكون نهايتهم؟ لا والله، بنشوف ان اصحابنا بيقدروا ان هم يوصلوا المكان عشان ينقذوهم. ولما بقى صاحبنا بيبدا بقى وفاه من الغيبوبه دي بيتفاجئ ان كل اصدقائه بيكونوا حواليه، وبيكون بقى ممتن ليهم ان هم بيكونوا عملوا كل الكلام ده عشان ينقذوه. ولكن للاسف المدرسه بالكامل بتكون اتحرقت وكل حاجه بتكون راحت. ومره واحده بقى بنشوف ان ماتو بيوصل عندهم وبيبدا بقى انه يتكلم مع منرو بيقول لها ان انت كده هربتي وخالفتي الاوامر، وبيعرفوا انه اول ما المملكه تعرف اللي حصل فهتلغي كل المعاهدات اللي ما بينهم وما بين اليابان. لكن كانوا بيتدخلوا بيعرفوا ان هو ممكن يسيب له كل الموضوع ده، وكل اللي بيطلبوا ان هو يتواصل مع الرئيس. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند الملكه اول ما بتعرف ان كانوا بيكون كويس بتكون في قمه الانشكاح. وبنرجع بقى تاني عند كانوا وبنشوف ان هو بيكون هو وماتو عمالين يتواصلوا مع الرئيس. واول حاجه بقى كانوا بيقرر انه يعملها ان هو بيعرف نفسه للرئيس، والرئيس بقى بيبدا بقى يتكلم معاه وبيعرفوا ان هو لازم يرجع لليابان لان حياته مهدده بالخطر، وبيكونوا حابين ان هم يدخلوه المستشفى عندهم عشان يطمنوا عليه. وصاحبنا برده ما بيكونش سهل وبيقول له ثواني كده يا معلم، انت تقصد ان في حاجه خطيره ممكن تحصل لي اثناء ما بكون في طريق المستشفى صح؟ والرئيس بقى بيتاكد انه ما بيكونش سهل وبيقول له بص كده يا معلم، انا ممكن اسمح لك ان انت خليك المدير في المشروع، ولكن في حاله واحده بس، لو انت اعتذرت على كل حاجه بتكون حصلت منك. واكيد طبعا لازم ان هو هيساعدهم في الحفاظ على العلاقات ما بينهم وما بين المملكه. وكانوا بقى بيقولوا تقصد ان انت عايزني اخبي الحقيقه وما اعرفهمش اللي انتوا عايزينه. والرئيس بقى بيتعصب بيقول على فكره انا ممكن اخلص عليك في اي وقت، والحادثه اللي حصلت معاك المره اللي فاتت ممكن انها تتكرر تاني في اي وقت. وساعتها بقى بنشوف ان الملكه بتدخل عليهم وبتعرف كل مخططاتهم، وبنكتشف بقى ان كانوا كان مخطط لكل حاجه اصلا من البدايه. والرئيس طبعا اول ما بيشوفها بيبدا بقى انه يجيب ورا وبيرحب بيها. لكن الملكه بقى بتقول له بقول لك يا معلم فكك بقى من الوش اللي انت مركبه ده، لان انا عارفه الحقيقه وان انتوا كنتوا بتحاولوا تخلصوا على كانوا، لكن احب اعرفك ان لو حصل له اي حاجه في يوم من الايام فانا هنهي العلاقه ما بيني وما بين اليابان نهائيا. ومش كده وبس، لا هطردكم نهائيا. والرئيس هنا بقى بيجيب ورا وبيقول لها خلاص يا ست اللي انتوا عايزينه، احب اعرفكم ان كانوا ده مدير جباب بوفتيك ويقدر ان هو يكمل معاكم وما يرجعش تاني لليابان. اما بقى بالنسبه للمدرسه بيبداوا ان هم يجددوها من جديد. وبعد كده بنشوف ان نيسل بتبدا بقى تتكلم مع كانو وبتساله هو انت ما كنتش خايف ان ممكن يحصل لك اي حاجه وانت بتحكي الحقيقه للملكه؟ وكانوا بقى بيقول لها بصراحه هكدب عليك لو قلت لك ان انا ما كنتش خايف، ده انا كنت في قمه الرعب. وبتقول له طالما كده ليه يا معلم انت خاطرت بحياتك. وبيعرف ان هو بكل اختصار ان هو كاوتاكو بيحب المانجا والانمي، ما كانش حابب ان هو حاجه زي ديت يستغلها الحكومه اليابانيه عشان يقدروا ان هم يسيطروا على شعب المملكه، وكان لسه هيعترف بحب ليها. ولكن بنشوف ان اوليفيا بتطب فوق دماغه وبتقول له يلا بينا يا معلم عشان نرجع تاني للقصر بتاعنا. ولما بقى بيوصل للقصر بيتفاجئ ان ماتو بقى بيكون لسه موجود، وبيعرفوا ان هو كان مفكر ان هو اصلا راجع لليابان، ولكن هو بيعرف ان هو بيكون جاي هنا عشان يديله التقرير، وان الحكومه بتكون مبسوطه جدا منه لان هو بيكون زود ايرادات اليابان، وانه بكده قدر ان هو يخلص المهمه بتاعته على اكمل وجه، وفي اي وقت يحب يرجع اليابان يقدر ان هو يعمل كده. واحب اعرفك كمان ان المرتب بتاعك هيقف من النهارده، وكمان الحكومه هتوقف تصدير المانجا والانمي للعالم ده. وصاحبنا بقى بيقول له خلاص يا عم ولا يهمك، وبيقرر بقى انه يكمل حياته في العالم ده وبيفتح المدرسه من جديد. وبيتعب بقى لنفسه ان هو كاوتاكو متعصب كده واصيل، ان هو لازم ينشر ثقافه الانمي والمانجا والمانهوا في كل حته طول ما هو بيكون عايش. وبس كده صديقي، لايكك بقى وشير كسكبايه براء، عايزين نوصل الفيديو ده على الشاشه 1000 لايك. وبانك وصلت للمرحله ديت فانا عارف ومتاكد ان الفيديو ده بيكون عجبك، وانا متاكد كمان ان الفيديو اللي بيكون ظاهر قدامك ده هيعجبك اكتر واكتر. وكمان يا صديقي ما تنساش ان انت تتابعنا على قناه التليجرام، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. وبس كده كان معاكم مصطفى سعيد، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.